ونبدأ حكايتنا في مدينة لين هاي، واللي ظهر فيها الكثير من الوحوش من عالم آخر مسببين كارثة عظيمة للجنس البشري. ولكن فجأة ظهرت علامات غامضة على أيدي البشر المختارين، واللي بنعرف إنها بداية إيقاظ الفئات الفريدة. ومن ساعتها ظهر عصر تغيير الفئات ليصيروا صيادين. ومن بين جميع المستيقظين ظهر 3 أشخاص فقط بفئة أسطورية، وهو نسل الشبح ألفريد من الولايات المتحدة الأمريكية، ومهاجم تنين الجحيم، واسمه راستيف من روسيا، وملك سحر الصقيع شيشيان. وبتفوق الفئات الأسطورية على غيرها، سعوا جميعا لاحتلال البلاد الأخرى. ولكن قبل 100 سنة ظهر أسطورة جديدة في الصين، وهو آشورا. وفي غضون 10 سنين أنشأ تاريخا عظيما في الصين، وكان أول شخص حقق إنجازات أسطورية وخلص على الكثير من الوحوش الخطيرة والشرسة. ولكن بعدها ظهر الكثير من أقوى وحوش الفئة التاسعة في الأرض، وساعتها دخل آشورا منفردا في مواجهتهم جميعا، واللي غير الفئات 8 مرات. ولكنهم مات أثناء قتالهم وضحى بنفسه لحماية الصين. وبعدها بننتقل ليوم الذكرى المئوية لوفاة البطل آشورا، وقتها حضر جميع الصيادين البارزين في الصين لمراسم الذكرى. وبعدها بيظهر في الأخبار عن ارتفاع ظهور المستيقظين في الصين، واللي بلغ عددهم أكثر من 10 ملايين مستيقظ، واللي يعتبر أكثر من العام السابق، واللي بيعتقدوا إنها كلها مؤشرات على ظهور لآشورا جديد. وفجأة بيضرب البرق في مكان معين، وقتها بنلاقي في المكان ده شخص نايم في غرفته، وبيصحى الشاب ده على أصوات النظام. وقتها بيعرفوا النظام البوابة الرئيسية للعالم الآخر على وشك الفتح، وعشان كده لازم يتأهب لذلك. واللي بيخلي الشخص ده مصدوم جدا من سماع هذا، وبينهض بسرعة وبيقول مع نفسه بكل صدمة: هو أنا لم أمت؟ هو أنا فين بالظبط؟ أيوة يا صديقي، هو ده عمنا أشور اللي مات في السابق وانتقل لهذا الجسم. وفجأة بيشعر بالألم في راسه، واللي بنعرف إنها ذكريات هذا الجسد، واللي بيكون شخص فقير جدا ويعمل في كل مكان لدفع مصاريف علاج أخوه. وكمان حبيبته تركته لأنه شخص فاشل وأنقذ أضعف فئة وهي مروض الوحوش. وبعدها لم يقدر على دفع مصاريف العلاج لأنه فقير جدا، واللي بيخليه يشعر باليأس الشديد وبيقرر ينتحر لأن لا يمكنه حتى إنقاذ نفسه أو أخوه المريض. ووقتها وطني بيتفاجئ من هذه الذكريات، وبيقول إن هو لما يتوقع إن هو هيرجع تاني بشخص يحمل نفس اسمه بعد 100 سنة. وبيعرفنا بطلنا إن مروض الوحوش يعتمد غالبا على ما يروضوه في القتال، وبالإضافة لرفع مستواهم فلازم ألا يتخلف وحوشهم عنهم في المستوى. ولفعل ذلك يحتاج المرء أن يكون غنيا بقدر أمة كاملة. وبالنسبة لشخص عادي الاستيقاظ بهذه الفئة نبأ غير صار، وده اللي خلاه ينتحر. ولكن بطلنا كان المستيقظ الأقوى في السابق، واللي يمكنه تحويل المستحيل لممكن. وهنا بطلنا بيفعل نظام العالم الآخر، وبيظهر بوابة فضائية وبيذهب لداخل العالم الآخر. وهنا بيقوله النظام إنه كان غير ناشط ل100 سنة، ومكافأة عدم الاتصال هي 70 نقطة في الثانية، واللي بيخليه يكسب أكثر من 220 مليون نقطة من قوة القدرة. وبعدها بيهنيه النظام لإيقاف وحوش الفئة التاسعة، وبيكسب الفرامل المقدس الأعلى بالفئة الأسطورية، واللي يمكنه رفع الخبرة القتالية أو قوة القدرة ل10,000 ضعف في العالم الآخر. وبيطبق التأثير على النقاط اللي كسبها، واللي يمتلك كم هائل من النقاط لا يمكن عدها، واللي بيخلي تشانج مصدوم من هذه المكافآت الساخرة اللي كسبها. وهنا بيقوله النظام إن يمكنه الآن اختيار فئة من 7 فئات أسطورية، وهي الفروسية، وأقصى مستوى لها فارس اللاموتى، ومحارب الظلام، والكاهن المقدس، وساحر اللهب الجحيم، والصياد الشبحي، ومستحضر الأرواح. وقتها بيقول شانج إن هو استيقظ بفئة محارب أسطوري، وده كان في حياته السابقة. ولكن الفئة الأقوى في العالم الآخر وقتها كانت مستحضر الأرواح. ولكن المشكلة الوحيدة لهذه الفئة إنها بحاجة لمقدار هائل من القوة لارتقاء المروض والوحوش، واللي بيخليها فئة صعبة جدا. ولكنه دلوقتي يمتلك مئات المليارات من القوة، فبيختار مستحضر الأرواح. وبيتفاجئ تشانج من قوته الجديدة، واللي بيحصل على 100 نجمة موزعة على كل سماته. ولن يمكنه التحكم في قوة الموت، ويمكنه حصد روح أي وحش من العالم الآخر وتحويله لوحش أليف. واللي بيخلي شانج مصدوم لأنه لم يتوقع لمستحضر الأرواح برفع مستوى وحوشه فقط، بل تعدى ذلك لحصد أرواح الوحوش الأخرى وجعلها حيواناتهم الأليفة، ودي حاجة عظمة. وفي حياته السابقة اعتمد على فئة المحارب الأسطوري ليكون أقوى مستيقظ في الصين، ولكنه في هذه الحياة هدفه أن يصير الأقوى في العالم بالكامل. وبعدها بينتقل للمنطقة الآمنة لأرض الكوابيس في العالم الآخر، وبيعرفوا النظام إن القتال في المنطقة الآمنة ممنوع. وبعدها بيسأله لو كان هيستعمل هوية آشورا ولا يرغب في هوية تانية. بيقوله تشانج لا،
هويتي ستكون زيرو بهذه الحياة، وبهذه الحياة سأتخطى حياتي السابقة، والشيء الوحيد الذي يتخطى كل شيء موجود هو زيرو. وبعد فترة بيوصل للمنطقة الآمنة، وبيتفاجئ البعض من هذا المكان، والبعض الآخر بيتساءل عن مكان الوحوش اللي هنا. وهنا بيظهر النظام وبيقول لهم إن المهمة الأولى هي القضاء على 1000 وحش، ودي مهمة العالم الأول. أما مهمة العالم التاني فهي جمع 10 عملات فضية، سواء بالقضاء على الوحوش أو إنهاء المهمات. وقتها بيقول زيرو إن العالم الآخر لم يتغير كثيرا، وبيقرر يشتري بعض المعدات أولا. وبيذهب لعند الحداد وبيدور زيرو على معدات، وهنا بيقوله الحداد لو أنت عايز معدات أعلى يمكنني توفيرها، بس المشكلة الوحيدة إن كله بتمنه. وهنا بيخرج زيرو كيس مليء بالقطع النحاسية، وبيقوله إنها 100 قطعة نحاسية، وأعطيني عصا ساحر بنجمة واحدة. وبالفعل بياخد العصا وبعدها بيغادر. وقتها الجميع مصدوم لأنه صرف كل القطع اللي أخدها هدية من النظام لدخوله العالم على مجرد عصا ساحر بنجمة واحدة فقط، وده لأن لا يمكنها حتى إضافة قوة هجومية. ولكن بتقول الفتاة إن فقط الأسلحة بالنجوم يمكن صقلها، وبهذه الحالة يمكن رفع قوتها الهجومية. ولكن بيقول لها التاني إن لفعل هذا يلزمه قوة قدرة، واللي بيكتسبها كل صياد بإكمال مهمات الوحوش المنخفضة، ولكنها ضعيفة جدا. وهنا يبدأ البعض في السخرية من زيرو، ولكن زيرو لم يهتم لكلامهم وبيكمل طريقه. وقتها بيقول زيرو بالنسبة للصياد مستجد، فلا نفع بإنفاق مبلغ كبير لعنصر بنجمة واحدة فقط، وده لأن قوة القدرة اللي بيكسبها الصيادين في أرض الوحوش قليلة جدا، لذا لا يمكن فعل ذلك، ولكن هذا بالنسبة لهم. وهنا بيفعل قوة القدرة لصقل السلاح لأقصى درجة، وبيستمر في صقل السلاح، وبالفعل بينجح في صقله لأقصى درجة يمكن بلوغها. وهنا بيقوله النظام إنه كسب الخاصية الذهبية عصا السحر الحارقة، وبعد إجراء 132 من التحسينات يمكنه دلوقتي إصابة العدو بحالة الحرق لمدة 3 ثواني مع كل هجوم، ويمكنه أيضا إخراج نيران مستعرة تحول العدو لرماد أيضا. وهنا بيستعد زيرو للعظمة القادمة، وبعدها بننتقل للغابة، ووقتها بيقتل الصيادين الذئب، واللي بالكاد بيأثروا فيه، واللي بيخلي الصياد مصدوم جدا من قوة الذئب على شفاء إصاباته. وهنا بيهجم عليه الذئب، ولكنه بيتفاداه في الوقت المناسب، واللي بيكون مرعوب جدا من هذا. وفجأة بيظهر ضوء لامع من بعيد وبيهجم على الذئب بقوة ساحقة، واللي بيخلص عليه في ثواني، واللي بيخلي فريق الصيادين مصدومين من قضاء زيرو على الوحش بهجوم واحد فقط، واللي بيفكروا انه شخص محترف مخضرم. وقتها بيفكر زيرو مع نفسه وبيقول ان الخبرة اللي بياخدها من وحوش المستوى الاول قليلة جدا، واللي بيفكر في الذهاب والقضاء على وحوش اعلى مستوى. وبيقولوا ان في عناكب سامة بالمستوى الثالث والرابع، وايضا في عقارب مدرعة من المستوى الخامس الى السابع، وخنازير مسعورة في المستوى الثامن والتاسع. والزعيم النهائي للعالم الاول هو ملك الخنازير المسعورة بالمستوى العاشر. ولكن مع قوته الحالية الوحوش في المستوى الثالث هي افضل خيار ليه، وهو حده الاقصى ايضا. وبالفعل بيذهب لعندهم، ولكن بيعترض طريقه فريق الصيادين السابق وبيعرضوا عليه تشكيل فريق، واللي بيحاولوا إغراء بطلنا، ولكن زيرو بيرفض عرضهم بصرامة، واللي بيكونوا خايفين من نظرته وبيغادروا فورا. وبعدها بيكمل زيرو طريقه، ووقتها بيقول الصياد من الفريق إنه شعر بهالة من زيرو مخيفة جدا أكثر حتى من الوحوش. ووقتها بيتجه زيرو لمصنع مهجور، وبعد فترة بيخلص على الوحش ورا التاني بسرعة كبيرة وبيرتقي في المستوى بسرعة، وبعدها بيهجم على الوحش وبيخلص عليه في ثواني وبيرتقي للمستوى الثالث، واللي بيكون خلاص على جميع الوحوش. وقتها بيهنيه النظام على تفعيل الخانة الأولى وكسب مهارة أولية وهي كرة نارية صغيرة. ووقتها بيتفاجئ زيرو وبيقول إن هو لم يتوقع أن يحصل المحترفين الأسطوريين على مكافآت تسوية أعلى ب6 مرات من المحترفين العاديين، واللي رفع مستواه 3 مرات ورا بعض وكسب 18 نقطة سمة حرة. وبالنسبة لمية مروض الوحوش في مسار النمو نفسه بالنسبة للساحر، فبيقرر وضع بعض النقاط في السمات المختصة بالإلقاء السريع والإنتاج المستقر، ثم تحسين خفة الحركة. وبعدها بيقرر يحسن المهارة الأولية لأقصى درجة وبيرفع ضررها ل140%، وبيحولها لكرة نارية خارقة واللي يمكن رفع قوتها باستمرار مع كل تحول. وبعدها بيقول زيرو إن بهذا المعدل إكمال المهمات في أول عالمين هيوصلني للمستوى الثامن، وساعتها يمكنه تحدي زعيم العالم الأول. وفجأة بيسمع صوت قادم من بوابة عملاقة، وبالفعل بيفتح البوابة، وهنا بيلاقي شخصية غير لاعبة مصابة. وهنا بيطلب من زيرو المساعدة في قتل جميع الوحوش، وده لأن زوجته وأطفاله قتلوا. وهنا بيفعل المهمة وهي القضاء على جميع العقارب. وقتها بيقول بطلنا لمهمات الشخصيات الغير لاعبة معدتها أفضل من القضاء على الوحوش،
وبيشاهد التفاصيل المهمة، وفجأة بيشعر بشيء غريب، وبعدها يبتسم زيرو. وهنعرف قدام يا صديقي ما هو الشيء الغريب ده. وهنا بيظهر الكثير من العقارب بالمستوى الخامس، وبيهجم عقرب على زيرو. وهنا زيرو بيستعد وبيقول له أريني ما لديك. وهنا بيهجم زيرو على العقرب بقوة النار الفائقة، ولكن العقرب بيفعل مهارة الاصطدام لتصدي لمهارة بطلنا، ولكن زيرو بيهجم عليه بقوة ساحقة وبيخلص عليه في ثواني. ووقتها بيقول زيرو: مع ان قوة كرة النار الفائقة مدمرة، ولكنها تستهلك الكثير من المانا، وافتكر ان لما يقل عدد العقارب الحديدية لنسبة معينة، ساعتها يظهر العقرب المدرع الامبراطوري فورا. وبالفعل بيظهر عقرب الامبراطور، وبيقول زيرو ان هو لازم يقتل الوحش قبل نفاذ كل قوته السحرية. وهنا بيهجم عليه بقوة النار الفائقة، ولكن عقرب الامبراطور بيصد الهجوم بكل سهولة. وهنا بيهجم على زيرو، ولكنه بيتفادى الهجوم في الوقت المناسب، وبعدها بينطلق بسرعة كبيرة لعند العقرب، وبيهجم عليه بقوة ساحقة، وبيشل حركة العقرب وبيسقطه أرضا. وقتها بيقول إن هو كان محظوظ جدا لشل حركته قبل نفاذ قوته السحرية. ودلوقتي الهجمة الأخيرة ويخلص على العقرب نهائيا ويكمل المهمة. ولكن فجأة بيظهر شخص من خلفه وبيهجم عليه بسرعة خاطفة، وبيظهر شخص تاني قدامه واللي بيكونوا عايزين يكملوا المهمة ويهجموا على الزعيم العقرب هما. ولكن بطلنا بيتفادى هجوم الشخص اللي كان بيهجم عليه، وبيقول مع ابتسامة: ظهرتم أخيرا. أيوة يا صديقي، هو ده الشيء اللي لاحظه بطلنا من البداية. وقتها بيقوله الشخص ده بكل صدمة: أخيرا؟ أنت قصدك إنك شعرت بوجودنا من البداية؟ وهنا بطلنا بيخرج قوة هائلة، وبيقولوا إن بعض الأفراد بيرفعوا مستواهم بجهدهم، والبعض الآخر يتسلقون هذه الجهود وينهبوها، بينما يقتلوا أصحابها بالخفاء، بينما يقتلوا أصحابها خلسة. والأعداء اللي واجهتهم تفوقوا عليكم ملايين المرات، وبيهجم عليهم بقوة ساحقة وبيخلص عليه تماما. والشخص التاني مصدوم من هذا، وبيقول لزيرو: ألم تنفذ قوتك السحرية؟ كيف يمكنك تفعيل مهاراتك؟ بيقول له زيرو إن هو قال كده عشان يكشفوا عن نفسهم. وهنا زيرو بيفعل تأثير حاسد الروح، وبيمتص روح العقرب الإمبراطوري وبيحوله لحيوان أليف، ولكنه فقد الكثير من قوته ونزل للمستوى الأول. وقتها اللاعب ده مرعوب جدا. وقتها بيقول زيرو مع نفسه إن السبب اللي خلى مروض الوحوش صعب هو إنه بحاجة لضعف الخبرة للتركية هو وحيوانه الأليف، ولكنه لا يفتقر للخبرة، وبيرقي العقرب الإمبراطوري لأعلى مستوى، واللي بيخلي اللاعب ده مرعوب جدا من هذا. وبيقوله بكل خوف: انت ايه بالظبط؟ مستحيل لمروض الوحوش أن يكون لديه مثل هذه القوة الهائلة. ولكن بيقوله زيرو إن في اللحظة اللي تلقى فيها المهمة شعر إن في ناس حواليه. دعوني أخمن، أكيد أنتم القتلة الذين يترقبون المنعزلين، وللأسف تلقينا المهمة نفسها، لهذا خططتم جميعا لنصب كمين لي في آخر لحظة وقتل العقرب الإمبراطوري. بيترعب الشخص ده بعد ما سمع كلامه، واللي كان مفكره سهل المنال، وبيفكر يهرب من هنا ولا هينتهي أمره. ولكن فات الأوان. وهنا بيأمر زيرو العقرب بالتعامل معاه، وهنا بيهجم عليه العقرب بسرعة خاطفة وبيسقطه أرضا بقوة ساحقة. وهنا بيترجاه اللاعب إن هو يرحمه، ولكن بيقوله زيرو: بهذا العالم حيث القوي يفترس الضعيف، ولو أردتم افتراس الآخرين فلازم تستعدوا لكي تفترسوا. وبيخلص عليه في ثواني. وبعدها بيذهب لعند كارل وبيهنيه كارل على إكمال المهمة، وبيرتقي مستواه للمستوى الرابع، وبيكسب القيادة السحرية بنجمة واحدة قابلة للصقل بالمستوى الرابع، واللي يمكنها رفع القوة السحرية لجميع الفئات، وحامي الصقل المدرع بالمستوى الخامس وقابل للصقل، واللي يمكنه رفع الدفاع البدني ب7 نقاط والدفاع السحري ب6 نقاط. وبيتفاجئ زيرو من هذه المعدات الثمينة، وبعدها بيرقيهم لأعلى مستوى، وبيقول إن مع هذه المعدات يمكن الوصول هو والعقرب للمستوى الخامس بشكل أسرع من السابق. وهنا بيظهر إشعار في المنطقة بظهور عالم سري مخفي بالمستوى الخامس في مدينة دوم، وهيستمر لمدة ساعة، وهيكسب أول لاعب هيصفي العالم السري على مكافآت سخية. وبيتفاجئ الجميع من هذا، وطبعا بطلنا مش هيفوت الفرصة وبينطلق على هناك. وبعدها بننتقل لبوابة العالم السري، وقتها بيكلم شخص الجميع وبيدعوهم للانضمام ليه، وساعتها يمكنهم تصفيتها أولا والحصول على الجائزة الكبرى. وقتها بيفكر الجميع في كلامه، والدخول بمستواهم يعتبر انتحارا، ولهذا قرروا تكوين فريق. وقتها بيظهر بطلنا وفجأة بيقول له شخص ابتعد عن الطريق. وهنا بيظهر شخص مغرور بمعدات كلها من الدرجة الذهبية ومعاه حبيبته، واللي بنعرف ان اسمه ليو ياو، ابن أغنى رجل في مدينة لين هاي، وهو دايما يتفخر بماله، حتى ان أتباعه مجهزين بعناصر بنجمة واللي تكلفتها على الأقل عشرات آلاف الدولارات.
وقتها بتلاحظ حبيبة ياو زيرو، واللي بنعرف إنها كانت حبيبة زيرو في السابق واسمها لين يو. وهنا بتسخر من بطلنا وبتقوله بكل سخرية: أقدر مروض وحوش عادية الذي لا يمكنه دفع حتى الإيجار زيك، القتال بزنزانة كذلك. بيقول لها زيرو بكل غضب: لماذا؟ عندك مشكلة؟ بتتفاجئ لين يو من رده، واللي كانت مفكرة إن هو هيترجعها عشان ترجع له. وبعدها بترجع لياو وبتقول لزيرو: أخي ياو هو الرجل الوحيد المؤهل ليكون أول مصنف لزنزانة فريدة، وعلى بعضهم التوقف عن أحلام اليقظة. والمغرور ياو بيجاريها في الكلام وبيقول لزيرو: يا أخي لازم تعرف مكانك، ابتعد عنها. ولكن بيقول له زيرو إنها مجرد فريدة جزمة قديمة، فلو عجبتك خدها، أما بالنسبة للزنزانة الفريدة فأظن إنها لشخص آخر. واللي بيخلي لين غاضبة جدا من كلامه وبتقوله بكل غضب: تشانج، كيف تجرؤ على التفوه بهذا؟ أخي ياو ساعدني في تعليمه درسا. ولكن بيقول لها زيرو بنظرة حادة: دعيني أنصحك، من الأفضل إنك تقدري حياتك أكثر. واللي بيخليها صديقة غاضبة أكثر. وقتها بيتفاجئ الأخ ياو إن هو مش قادر يعرف حتى مستواه أو فئته بوضوح، وكأنه أخفاها عمدا. فبيقرر يغادر بحجة إن هو مستعجل لتصفية الزنزانة، وبيخش الزنزانة مع جماعته وهم متحمسين جدا. وقتها بيقول شخص لزيرو: يا صديقي اعترف بالهزيمة، فالفقراء الخاسرون زينا لا يمكنهم فعل شيء قدام شخص غني. ولكن بيقول له زيرو: حتى لو كنا فقراء خاسرين فيفضل انك تلاقي طرق ترتقي فيها بنفسك. وبيقول مع نفسه ان قوة هذا الجسم كانت ضعيفة جدا، ولكن ذلك مهم لأشورة. وقتها بيقول له التاني: يا لك من بدع في قول التفاهات. وقتها الجماعة بيتكلموا عن المعادلات اللي مع جماعة ياو. وفي الوقت ده بيقول زيرو مع نفسه إن أكيد العالم السري يحوي زعيما بداخله، ولكن قوتي الحالية يمكنها هزيمة الزعماء العاديين فقط، وحاليا لا يمكنني هزيمة هذا الزعيم. بس لو ارتقيت أنا والعقرب للمستوى الخامس وجهزت نفسي بالمعدات اللازمة والمهارات لأقصى مستوى، ساعتها يمكنني هزيمته. وقتها بيخش ياو وجماعته الزنزانة وبتقوله لين بكل غضب: أخي ياو، تعرضت للإهانة ولكنك لم تفعل شيئا للانتقام لي. ولكن بيقول لها ياو إن كان في الكثير من الناس بيراقبوا ويمكنهم استغلال قتلي لحسالة لإهانة عائلتي ونقابتي. ولكن ما تلاقيش، سأتأكد من هزيمته وراكعا قدامك معتذرا. ونرجع لزيرو. وقتها كان بيقتل في الوحوش، وبعد فترة بيرتقي هو والعقرب للمستوى الخامس. وقتها بيتفاجئ الأشخاص اللي كانوا بيسخروا منه من قوته الساحقة واللي بيندموا على السخرية منه. وبعدها بيتلموا حواليه البنات وبيحاولوا يغرقوا لحمايتهم، ولكن زيرو بيرفضهم بشكل صارم. وبعدها بيغادر وبيذهب بطنا لمكان الزنزانة وبيرفع من دفاع معدات العقرب وقوة العقرب لأقصى مستوى. وبعدها بيخش العالم السري. وقتها زعيم العالم السري عمل الجلاشة مع يو وجماعته، واللي بنعرف ان هو الزعيم بالمستوى السابع، واللي بيفكروا الآن في النجاة من قوة هذا الوحش الساحق. وهنا بيلاحظ ياو قدوم شخص واللي هو زيرو، وبيقول له ياو بكل سخرية: أتجرؤ على تحدي الزعيم في عالم سري بالمستوى الخامس لوحدك؟ أتسعى للموت؟ ولكن زيرو يبتسم في وشه، واللي بيخلي ياو ينفجر من الغضب وبيسخر من زيرو، وبعدها بيهدده بالقتل. وبعدها بيغادر. وهنا بيظهر الزعيم وهو العقرب القائد المدرع بالمستوى السابع. وهنا بيتحمس زيرو وبيستعد للقتال، وبيخرج العقرب الامبراطور وبيهجم على الزعيم وبيثبته. وبعدها بيهجم زيرو على الزعيم بهجمات سريعة ومدمرة، واللي بيخلي الزعيم غاضب جدا وبيهجم عليه بكل غضب. ولكن بيوقفوا العقرب الامبراطور في الوقت المناسب، وبعدها بيهجم عليه بطلة من تاني بهجوم ساحق ومدمر، وبيتعرض الزعيم لإصابات خطيرة، ولكنه بيهجم على زيرو بكل قوته وبعدها بيموت. وهنا بيهنيه النظام على تصفية العالم السري وبيكسب كتاب الزنزانة بالمستوى الحديدي الأسود. وبيتفاجئ الجميع إن شخص واحد فقط صفى الزنزانة منفردا. وبعدها بيسألها ياو لو كان حبيبها السابق هو اللي عمل كده. ولكن بتقوله لين: مستحيل يا باشا، انت شفت ان هو اخفى هويته ولا يملك حتى حيوان اليف، ازاي يمكنه هزيمة الزعيم بالمستوى السابع منفردا؟ بيقول لها يوم معاكي حق، يبدو انه شخص اخر واكيد هو متميزا. وهنا يو بيجمع جماعته وبيأمرهم بالعثور على زيرو فورا لضمه لنقابته ليخدمه مهما كلف الامر. ووقتها بيقول زيرو إن معدل إسقاط هذه العناصر من الوحوش الرئيسية
أعلى بكثير من الوحوش العادية، سواء عملات نحاسية أو مخطوطات أو حتى معدات. مع أن العنصر الأكثر أهمية من كل هذا هو كتاب الزنزانة بالمستوى الحديد، ويمكن ترقيتها للمستوى البرونزي ب1000 قدرة فقط، وبعد تفعيلها فإنها تمنح مهمة للهدف ومكافأتها سخية. ووقتها بيقول زيرو كتاب الزنزانة قابل للترقية، تكلفتها آلاف الدولارات. وهنا بطلنا بيرقي في الكتاب مرة ورا التانية لحد ما وصل لأقصى مستوى، وهو المستوى المتحدي. ووقتها بيقول زيرو إن لم يظهر أي كتاب زنزانة بالمستوى المتحدي في العالم الأول، ولو تم عرضها في السوق فأكيد إنها تكلف مئات الآلاف على الأقل. وبالنسبة لسيد عادي يعد هذا بلا شك مبلغا كبيرا جدا، ولكن هدفي هو إنهاء العالم السري. وهنا بيفعل الكتاب وبيكسب عملة ذهبية، وحصل على مهمة المكافآت وهي إنقاذ الناجي بالمستوى المتحدي. ووقتها بيتفاجئ بطلنا من مكافآت المهمة المجهولة، مع إنها فقط مرافقة شخصية غير لاعبة. وبعدها بيشوف معلومات المهمة، وهي العثور على الناجي إيلين في العالم الأول في أصل الكوابيس، وتوصيلها بأمان المنطقة الآمنة في قرية نهاية العالم. ولازم يعمل ده في 12 ساعة فقط، وإلا ساعتها هيتم اعتبارها مهمة فاشلة وتختفي للأبد. وبيتفاجئ زيرو لما بيلاقي إنها منطقة بالمستوى العاشر، لأنه حاليا في المستوى الخامس فقط، والمكان هناك مليء بالخنازير الهائجة بالمستوى العاشر، بالإضافة إنها بتظهر في مجموعات فقط، وده هيصعب المهمة عليه. ولكن بعدها بيقول انسى الأمر، سأفكر في طريقة لما أجد هذه الفتاة لين. وبعدها بنلاقي بنتي بتعاد بتهرب بسرعة من خنزير هائج، وفجأة عمال الخنزير بيتعرض لهجوم ناري ساحق، واللي بنعرف إن زيرو هو اللي عمل كده. ووقتها بيقولوا النظام إنه هيعثر على البنت لين، وقدامه 10 ساعات فقط لتنفيذ المهمة. وقتها بينفجر الخنزير من الغضب، وبيقول زيرو إنها أكيد لها علاقة بالمهمة. وغضبت الخنازير البرية لما هو لقى البنت إيلين، وهنا الخنزير بيهجم عليه، ولكنه بيتفادى الهجوم بكل سهولة. وبعدها بيهجم عليه، ولكن بعدها بيظهر الكثير من الخنازير الهائجة، واللي بيخلي زيرو يشعر بالقلق على حياة البنت. وبيقول إن حتى صياد أسطوري بمعدات ذهبية لسه غير قادر على القضاء عليهم جميعا. وهنا بيخرج العقرب الإمبراطوري، وبيقول للعقرب بحمايتهم. وهنا بيهجم العقرب على الخنازير وبيثبتهم في مكانهم، وبعدها بيهجم زيرو عليهم، وبالفعل بينجح في القضاء على خنزير بري. وبعدها بيقتل الخنزير ورا التاني. وبعد فترة بيشعر زيرو بالتعب، وده لأن الخنازير مستمرة في الظهور دون توقف. وهنا بتسأله إيلين لو كان بخير، بيقول لها ما تقلقيش أكيد هرجعك. وفجأة بيظهر خنزير بري وبيهجم عليه، ولكن بعدها زيرو بيهجم عليه بهجوم ناري ساحق، ولكن الخنزير لسه عايش. ووقتها بيقول زيرو كويس إن لديه الكثير من الصحة، وإلا كان أمري انتهى من هجوم الخنزير البري. وأيضا العقرب الإمبراطوري متعب جدا من هذا، ولا يمكنه الصمود أكثر. ووقتها بنلاقي خنزير بري بيموت، فبيرتقي زيرو للمستوى السابع، وده بيخليه يتعافى وبيستعيد نشاطه وقوته من تاني، واللي بيخلي زيرو سعيد من هذا. وبعدها بيلاقي قوته الهجومية لأقصى مستوى، بالإضافة للمعدات اللي كسبها من قتال العقارب في السابق، وهو خاتم الزعيم المجيد، واللي يمكنه تجاهل 20 نقطة من دفاع الخصم والهجوم عليه بقوة ساحقة. وهنا زيرو بيخرج قوة هائلة وبيهجم على الخنزير وبيخلص عليه. ووقتها بيتفاجئ زيرو ان الان يمكنه قتل خنزير بري بضربتين فقط، وهنا بيهجم عليهم بقوة ساحقة وبيخلص على واحد ورا التاني. واخيرا تم القضاء على موجة الخنازير بالكامل، ويمكنه اكمال المهمة الان وتوصيلها بامان للقرية. ولكن يا صديقي لا تسري الرياح فيما تشتهي السفن. وهنا بيظهر ياو وبيقول له انت عدت من الزنزانة حيا حقا. بيقول لهم زيرو مش عايز اضيع وقت على امثالكم، لذا اذهبوا من قدامي حالا. ووقتها بتقولي للمغرور ياو أخي ياو أنت من نخبة المستوى الأعلى ومجهز بالمعدات الذهبية، ومفيش أي لاعب يمكنه قتالك، لذا علمه الأدب من أجلي. وبالفعل بيسمع كلامها. وهنا بيقول لي زيرو حظك كان جيد لأنك فلتت في المرة السابقة، ولكن الآن هينتهي أمرك. بيقول له زيرو بنظرة حادة أنت عايز تقتلني؟ تفضل سأعطيك فرصة. وبالفعل بيهجم عليه ياو بكل قوته، ولكن ده لم يأثر على بطلنا أبدا، واللي بيخلي ياو مصدوم من هذا. وازاي ده ممكن؟ ولين يو مصدوم ان هجوم ياو لم يأثر في زيرو ابدا. وهنا بيقوله زيرو انتهيت، حان دوري. وهنا بيخرج كرة نارية عملاقة، واللي بيخلي ياو مصدوم جدا من هذا، ولكنه مع ذلك بيهدد زيرو. وهنا بيهجم عليه زيرو بهجوم ساحق وبيخلص عليه بضربة واحدة فقط، وبيسكت من ياو الكثير من المعدات الذهبية بعد وفاته. وهنا بيقوله النظام الصياد ياو شن هجوما مفاجئا خبيثا ضدك، لهذا اسمه أصبح رمادي، وعند قتل صياد باسم رمادي خلال 10 دقايق لن تحصل على قيمة شريرة. وبنعرف يا صديقي إن في العالم الآخر اسم الصياد بيكون باللون الأبيض، ولكنه لما بيهجم على لاعب اسمه أبيض
سيتحول اسم المهاجم لاسم رمادي لفترة من الزمن، وخلال هذه الفترة يمكن للضحية الانتقام من المهاجم ولن يحصل على أي قيمة شريرة. ولكن لو فشل الضحية في الانتقام وقتل، سيتحول اسم المهاجم لاسم أحمر اللون ويحصل على 100 قيمة شريرة، وساعتها مش هيقدر المهاجم على الخروج من العالم الآخر حتى لو دخل منطقة آمنة، ولازم يقتل ما يكفي من الوحوش للتخلص من القيمة الشريرة، أو ساعتها هينتهي أمره بالموت. ووقتها بيقول زيرو مع نفسه: لن تقل مستويات الصياد من نقاط خبرته فقط عند وفاته، بل واسقاط الكثير من معداته وعناصره. ووقتها لين لسه مصدوم من قضاء زيرو على ياو بضربة واحدة فقط، وإزاي أصبح قويا جدا هكذا. وهنا بيقرب منها زيرو، ولين يو مرعوبة جدا من هذا وبتقوله أنت هتعمل إيه؟ وبتقول مع نفسها أعمل إيه؟ ومهارات القيامة لا يمكنني استخدامها إلا مرتين في الأسبوع، واستعملتهم بالفعل. وهنا بتقوله لين إنها لم تنساه أبدا بعد انفصالهم، ولكن زيرو بيمشي من قدامها ولكنها موجودة، وبعدها بيتكلم نفسه وبيقول: لين يو لم تهاجم الآن، ولو هاجمت صياد أبد الاسم هتتأثر مهمتي، وما عنديش وقت لضياع على أشخاص تافهين زيهم. ووقتها لين بتنفجر من الغضب وبتقول بكل غضب: تجرأت على تجاهلي؟ تشانج يو استنى بس. وبعد فترة بيوصل زيرو البنت للقرية وبيكمل المهمة، وهنا بيكسب عصا الجليد ومهارات هجمات الجليد، وبدت حيوان أليف من الدرجة العادية وارتقى مستواه للمستوى الثامن أيضا. وهنا بيخرج عصا الجليد السحري وبيرفع مستواه لأقصى مستوى ليتحول إلى صولجان مكسر الصقيع من الدرجة الذهبية. ووقتها بيقول زيرو: كلما ارتفعت درجة المعدات ارتفعت نقاط القدرة التركية، ولكن ده لا يمثل مشكلة. وبعدها بيخرج البيضة وبيقول إنها مجرد بيضة من الدرجة العادية، بالإضافة إنه كسب الكثير من البيض في طريقه، فبيقرر استعمالهم جميعا كغذاء للعقرب لرفع قوته. وهنا بيرتقي العقرب لأعلى مستوى ليتحول للعقرب الفدي الإمبراطوري وحش النخبة بالمستوى الثامن، ودلوقتي هو مستعد لتحدي زعيم العالم الأول. ولكنه بعدها بيقرر العودة أولا لتخزين بعض الموارد وبيرجع للعالم الواقعي. وقتها بيرن حد عليه واللي بنعرف انه من المشفى، وبيحذروا المرة الأخيرة إنه لازم يدفع 390 ألف تكلفة علاج أخيه الأصغر وإلا هيوقفوا العلاج عنه. فبيقول لهم زيرو: أعطيني رقم بطاقة الدافع وسيصل المبلغ خلال 10 دقائق. وبعدها بيخرج زيرو الكثير من العناصر وبيقول ليست مشكلة كبيرة، سيبيع فقط بعض القطع الإضافية من المعدات الذهبية، عندها سأكون قادر على الحصول على الملايين، وسأساعد الملك لإنقاذ أخيه، واعتبر إنها طريقة لرد الجميل ليه. ولكن بيقوله النظام ان المعدات مقيدة ولا يمكن بيعها او تداولها، وبنعرف من زيرو ان ده هو الاسرار الجانبية لرفع المكافآت ل10,000 ضعف. ودلوقتي بيفكر في طريقة لكسب المال، وهنا بيفتح المنشورات على هاتفه وبيلاقي ان في شخص عايز يأجر صياد في العالم الاول لمدينة لينهاي وهيدفع 300 ألف. وبالفعل بيكلم زيرو الشخص ده وبيسأله عن تفاصيل المهمة المحددة، واللي بنعرف انها بنت. وبتقوله البنت: اولا لازم تساعد صياد من الدفعة الحالية، ثانيا لازم تساعد الشخص المعين في إنهاء العالم الأول. بيقول لها زيرو بكل ثقة: أكيد لا بأس بهذا سواء كان في العالم الأول أو الثاني، ولكني عايز 390 ألف. بتقوله البنت: يمكنني إعطاك 400 ألف لما تكمل المهمة. بيسألها زيرو عن الوقت والمكان اللي هما هيتقابلوا فيه. بتقوله عند منطقة الظهور في قرية النهاية بعد 10 دقايق، وبالفعل بيذهب لهناك. وهنا بيكلم نفسه وبيقول إن هو يكسب 400 ألف عشان هيساعد شخصي في تطهير العالم الأول واللي كنت ناوي على تطهيره في الأساس، وهي صفقة جيدة ومربحة. وهنا بيلاحظ بنت في انتظاره وبيذهب لعندها وبيسألها لو كانت هي اللي استأجرت الداعم. ووقتها بتكلم الصيادين عن هذه الفتاة واللي بنعرف منهم إنها الساحرة الكارثية. ووقتها بيقولوا عن زيرو إنه لا يقدر حياته حقا من أجل المال. وهنعرف يا صديقي قدام إيه قصتها وهم قصدهم إيه بده. ونرجع لبطلنا، وهنا بيكون مع البنت فريق وبعدها بياخدها للمهمة. ووقتها بيقولها إن عليها الأول إكمال مهمتين كشرط أساسي، وهما القضاء على 1000 وحش وكسب 10 عملات فدية. تعلمين ذلك أكيد؟ بتقوله البنت أيوة، واللي بنعرف إنها لسه في المستوى الأول. وبعدها بيقولها زيرو إن لا يمكنها التأثير على وحش أعلى منها ب5 مستويات أو أكثر، حتى لو تبقت نقطة واحدة فقط من صحته لا يمكنك قتله، ولهذا أساعدك في رفع المستوى لإكمال المهام. وهنا بيهجم على العقرب بقوة ساحقة وبيشل حركته بالجليد، وبعدها بينادي عليها عشان تخلص عليه، وبالفعل بتخلص عليهم في ثواني، وبيرتقي مستواه للمستوى التالت مرة واحدة، واللي بيخليها مصدومة من هذا. وفجأة بيهجم عليها وحش من الخلف، ولكن بيحذرها زيرو وبينقذها في الوقت المناسب. وبعدها بيهجم عليه بهجوم ناري ساحق وبيخلص عليه في ثواني،
ووقتها البنت مندهشة من قوته، وهنا بيقول لها زيرو انهضي بسرعة، حان وقت الذهاب لرفع المستوى التالي. ووقتها بيسألها زيرو عن عمرها، لتكون قادرة على ضفر 400,000. بتقوله البنت بالإشارة عن عمرها واللي هو 21 سنة. بيتفاجئ زيرو من هذا وبيقول لها إن الجماعة استيقظ كسيارات في سن 18، وده معناه إن بقالك 3 سنين في العالم الآخر، ولكن إزاي مستواك لسه منخفض جدا لهذا الحد. وهنا بتكشف البنت عن شكلها وبتشكره على مساعدتها في الارتقاء، ولكن بعدها بتقوله لازم تغادر حالا وسأعطيك 10,000 كتعويض، ولكن لو تخبر أختي. بيقول لها زيرو فكرتك خرصاء، ولكن ما تقلقيش هساعدك أكيد لتطهير العالم السري الأول. ولكنها بتقوله ألم تسمع ما يقوله الناس، أنا تجسيد الكراسة والنحس وهعملك مشاكل لو فضلنا معا. ولكن بيقولها زيرو في الواقع أنا فضولي لمعرفة ما هي تجسيد الكراسة هذا على أي حال. ولكنها بتقوله بأعلى صوتها إنه الساحر الكارثي خرج ليؤذي الآخرين مرة أخرى، وفجأة بيظهر مجموعة تانية وبيقول لهم رئيس المجموعة إنه طالما قبل أحدهم مهمتها فإنه سيموت مبكرا، وعلى عكس ذلك يقول إن من تمكن من قتلها هيحصل على كمية كبيرة من نقاط الخبرة والقدرات. وهنا بيهجموا بكل حماس، ووقتها بتقوله البنت جميعهم أعلى منها ب6 مستويات ولا يمكننا منافستهم، وأنا هدفهم فقط، لذا عليك المغادرة الآن. ولكن زيرو لم يهتم لكلامها وبيخرج قوة ساحقة وبيقول لهم زيرو بكل غضب انت عايز تلمس 400,000 الخاصة بيه وهل سمحت بذلك؟ وهنا بيظهر جماعة تانية وبيقول لهم رئيس الجماعة قتال الفريق كم هذا مثيرا، واللي بنعرف ان ده هو يو جماعته. ووقتها بيقول واحد من الفريق التاني يا رئيس هو مش ده السيد الشاب ياو من اغنى عائلة في مدينة لين هاي ولا يمكننا منافستهم لو كانوا هنا سرقة غنيمتنا. بيقول له رئيسهم توقف عن تشغيل فمك يا تافه. وهنا بيذهب الرئيس لعند ياو وبيقول له الأخ ياو مش قصدي الإساءة لك، ولو كنت هنا للتخلص من هذا الشخص أيضا. ولكن بيقول له ياو بكل غضب هدوء، وبعدها بيقرب من زيرو وبيقول له أوه هذا أنت، يبدو أنهم قادرين على لقاء بعضنا البعض. بيقول له زيرو أنت هنا ليه؟ أنت هنا لتهدين المعدات مرة تانية؟ وهنا بيقول ياو لجماعته الجميع اقتلوه. ووقتها بينظر بطلنا ليهم بنظرة حادة واللي بيخلي يوم مستغرب من ردة فعله. ولكن لما بيشوف جماعته بيلاقيهم مستعدين للهجوم عليه، فبيروح لعندهم وبيرزعوا على دماغه وبيقول له بكل غضب انت ما فهمتش تعليماتي، هو مش ده الشخص اللي قلت لك ان تحصل عليه؟ وبعدها بيلتف الجميع حوالين زيرو والبنت اللي معاه، واللي بيخلي جيرو يشعر بالاستغراب من هذا، ولكنهم فجأة بينحنوا وبيقدموا الهدايا لزيرو، واللي بيخلي البنت اللي معاه متفاجئة ومش فاهمة هو ايه اللي بيحصل. ووقتها بتسليل المغرورة وهي مصدومة عن اللي ناوي يعمله، ولكن بيقول لها ياو اخرسي. وبعدها بيقول له ياو وهو مستخبي ورا رجالته انا فاهم انك مش خايف من القوة، وانا كمان مش عايز الجأ ليه ايضا لانها بلا فائدة، وعشان كده انا جهزت تقديم خاص مناسب لقوتك، ودي كنوز نادرة اخترتها بعناية. طالما انت مستعد لتنضم لنقابتي والعمل معي فكلها ملكك، ومش كده وبس بل وهيكون لك راتب 50,000 شهريا، واللي بيخلي جماعته مصدومين من هذا الرقم الهائل. وهنا بتقوله لين يو تشانج يو بالنسبة لفلاح زيك فالشروط اللي عرضها الأخ ياو هي شيء لا يمكنك الحصول عليه حتى لو اشتغلت لسنين، وفي رأيي إنك لازم تنضم بالطاعة لنقابة الأخ ياو. وبعدها بتفكر مع نفسها وهي بتعذب زيرو لما ينضم للنقابة، وبتقول مع نفسها بكل سعادة أكيد الأخ ياو سعيد لأن أساعده في إقناعه بالانضمام، وأول ما ينضم للنقابة فيكون عندي الكثير من الفرص لتعليم تشانج درسا، وأنا كده هضرب عصفورين في حجر واحد. ولكن بيقوله زيرو أنا معجب فقط بالأشخاص الأقوى مني، فلما لا تحاول استعمال القوة على أي حال؟ ساعتها ربما أفكر في عرضك. بعدها بتغضب الغبية لين من كلام بطلنا وبتقوله أنت جننت، 50,000 مبلغ كبير جدا، إزاي لو حصل زيك رفض الأخ ياو؟ بيقول لها زيرو الطيور على أشكالها تقع، وانت مفكرين الجماعة يختار التخلي عن كونه إنسانا ليصبح كلبا زيك؟ واللي بيخلي لين غاضبة جدا من كلامه. وبعدها بيقوله زيرو انت لسه عايز تقاتل؟ يا اما القتال او لا تقف في طريقي. ولكن بتقوله لين ايوه هنقاتل. ولكن بيقولها الاخ ياو خليه يذهب، وبالفعل بيغادر زيرو من قدامه. ووقتها بتقوله لين يو اخي ياو ازاي هنسيبه بهذه السهولة انه يحتكرك؟ بيقول لها ياو بنظرة كلها غضب انت غبية قلتلك دعيه يذهب. بتترعب لين منه وبتسمع كلامه زي الكلب. ووقتها بيقول واحد من جماعته يا رئيس
مع انك كنت كريم معاه بما يكفي، ولكن يسمح لي بالمغادرة مع انه حاول قتلك في المرة الأخيرة، وبما انه مش عارف مكانته فلازم نخلص عليه حالا. ولكن بيرجعوا الأخ يولك مساحقة في وشه وبيقوله ماذا تعرف أنت؟ وكما يقول المثل أفضل الأشياء هي الأشياء بعيدة المنال ولا يمكن الحصول عليها بسهولة، والأشياء اللي يمكن الحصول عليها بسهولة لا قيمة لها أبدا. وده ينطبق يا صديقي على الكلبة لين. وهنا بتقرب منه لين وبتقوله بكل لطف: أخي ياو، أنت مش كنت ناوي على قتل تشانج يو بأي تمن في السابق؟ إمتى غيرت رأيك؟ ولماذا لم تخبرني؟ بيقولها المغرور ياو إن ده حصل لما قتلني في آخر مرة، وأنت أكدتي مرارا إن هو من عائلة فقيرة ولا يمكنه شراء معدات ذهبية. طب إزاي يمكن لمروض وحوش عادي يتسبب بكل هذا الضرر في السابق؟ وأكيد في شيء معقد أكثر لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ولازم أضمه في نقابتي بأي تمن. ووقتها الكلبة لين متعصبة جدا من هذا وبتقول مع نفسها بكل غضب: لا يمكن رؤيته بالعين المجردة؟ مفيش حد عارفه أفضل مني، إنه مجرد فلاح فقير عديم الفائدة. تشانج يو استنى فقط، وأكيد سأجعلك مذلول عند قدمي مرة تانية. ونرجع لبطلنا، ووقتها بتقوله البنت اللي معاه: شكرا لحمايتي الآن. بيقول لها زيرو: لا شكرا على واجب، هو هتلاقي فين 400 ألف لو كنت هتموتي، وانت ليه نشرت هذه المكافأة في المنتدى لو ما كانش عندك الثقة وكان ممكن توقفيني؟ انت ليه دخلت العالم الآخر إذا؟ بتقوله البنت: انت مش فاهم، أنا في الواقع يئست بالفعل من وقت طويل، ولكن أختي هي اللي كانت مصرة على ذلك، وزي ما قلتلك في السابق أنا ساحرة الكارثة. انسى الأمر، فقط انظر بنفسك وانت هتفهم. وبتفعل معلوماتها عند بطلنا، واللي بنعرف انها ساحرة الكارثة، فئة خاصة وفي قيود على هذه الفئة وهي الجسم الكارثي، وهي لا يمكنها القضاء على الوحوش منفردا ولازم تشكل فريق مع الآخرين ومشاركتهم الكارثة، وساعتها حياتها وحياة زميلها مرتبطين. يعني لو مات أي واحد منهم فيموت الاتنين معا وينخفض مستواها للصفر، ولو انفصل عن الفريق في نص الطريق فهينخفض مستواها للصفر أيضا. ولكن زميلها مش هيتلقى أي عقوبة، ولكن لو قدروا يطهروا العالم السري فيتلقى اللاعب وزميله اللي دمروا الجسم الكارثي كمية هائلة من الخبرة. ووقتها بيتفاجئ زيرو من هذه المعلومات وبيقول إن في العالم الآخر بالإضافة للفئات الأساسية والفرعية فكمان في أيضا صيادين بفئات خاصة، وأول ما يتغلبوا على قيود فئاتهم فهيكون عندهم فرصة كبيرة لظهور فئة عالية المستوى أو حتى أسطورية. ولكن للأسف لا يمكن للأشخاص العاديين التغلب على القيد، وساعتها فقط هيكونوا أشخاص عاديين بلا فائدة في العالم. ووقتها بتقوله البنت بكل يأس إنها حاولت 100 مرة لإنقاذ الفئة الخاصة من 3 سنين ولكني لم أنجح أبدا، بالإضافة إن في قاعدة في العالم الآخر تمنع الشخص من التعاون مع شخص أعلى منه ب10 مستويات أو أكثر. وإزاي يمكن لشخصين مستواهم أقل من المستوى العاشر في أفضل الأحوال هزيمة زعيم العالم الأول؟ لذا عليك المغادرة. ولكن بيقول لها زيرو: طب لو أخبرتك إن ده ممكن ويمكن المساعدة في إنهاء العالم الأول؟ بتتفاجئ البنت من كلامه وبتقول له: ماذا؟ هو أنت جد؟ وعدت 3 سنين وحلمت دايما بتحطيم القيود الخاصة بالفئة وأكون صيادة يقدرها الجميع، أنت يمكنك حقا ذلك؟ بيقول لها زيرو: توقفي عن الثرثرة وخلينا نكمل مهام العالم أولا. وزي ما عرفنا يا صديقي في السابق إن في العالم الأول لازم يقتل 1000 وحش ويجمع 10 عملات فدية، وبالفعل بيخلص زيرو على 1000 وحش وبيحصل على الكثير من القطع الفدية وحتى بيحصل على الكثير من القطع الذهبية. ووقتها البنت مصدومة من اللي هي شايفاه وبتقول بكل صدمة: هو قادر فعلا على ذلك وتمكن من قتل 1000 وحش بسرعة كبيرة وأكملنا المهام وربحنا الكثير من ذلك. وهنا بيقول لها زيرو: والآن بعد ما انتهينا من المهام ويمكننا تحدي زعيم العالم الأول؟ بتقوله البنت: أيوة أنت معك حق. بيتفاجئ زيرو من توترها وبيسألها ما الخطب؟ بتقوله البنت: لا شيء، الموضوع بس إن الأشخاص العاديين مش أقوياء زيك وشخص زيك لن يفكر حتى في قبول طلبي. بيقول لها زيرو: أنا مش عادي، أنا من الطبقة المتوسطة. وبعدها بيقول زيرو مع نفسه وهو متوتر: حسنا، كان لازم أخلي ده في ذهني فقط، كان لازم يعني أعرفها حالتي في الواقع. ووقتها البنت مندهشة بعد سماع كلامه، وهنا بيظهر النظام وبيعرفوا إن هما كملوا المهام ولو كانوا عايزين يتحدوا الزعيم الآن. وبالفعل بيوافق زيرو وبينتقلوا لمكان الزعيم، وبعدها بيقوله النظام إنه دلوقتي عند الزعيم والحد الزمني لهزيمة الزعيم هي ساعة.
وهيفشلوا في هزيمة زعيم الخنازير المسعورة لو انتهى الوقت، وساعتها عليهم البدء من جديد. وبالفعل بيبدأ العد الزمني، وهنا بيعطيها بطنة شوية معدات، وبتتفاجئ البنت إنه أعطاها كتاب إحياء وجرعات استعادة فورية، وده لأنها عناصر قيمة جدا. وبيقول لها زيرو: مع إني واثق إن يمكنني مواجهة الزعيم منفردا، ولكن من الأفضل أن أكون مستعدا جيدا. وبعدها بيجهز نفسه بالعناصر اللي حصل عليها من الغنيمة ومن المغرور ياو، وبيجهز العقرب الفضي أيضا بالدرع البطولي وحامي المحارب، وساعتها يمكنهم التصدي للزعيم من غير أي مشاكل، واللي بيرفع من قوة العقرب بصورة هائلة. وهنا بيظهر الزعيم، واللي بنعرف إن هو ملك الخنازير المسعورة والدهس القاتل، مع مهارات الهيجان والاندفاع الوحشي والدهس القاتل. ووقتها البنت بيتملكها الخوف، ولكنها بتحاول تقوي نفسها، وبتقول لنفسها: فانج ما تخافيش، هذه فرصتك. ولكننا لم نتمكن حتى من هزيمته كمجموعة، ولن احنا اتنين فقط. ووقتها بيلاحظ زيرو هذا، وإنها محبطة جدا من إخفاقاتها المتكررة في السابق، لدرجة إنه تحول لخوف. وهنا بيقول لها زيرو: خليكي خلفي ووفري الدعم والشفاء للعقرب عند الحاجة. بتقوله فانج: طب وماذا عنك؟ بيقول لها زيرو بكل ثقة: أنا هنا بس عشان أتولى هذا الخنزير الصغير. وهنا بيهجم الزعيم بكل غضب، وبيهجم زيرو أيضا عليه، وبيخرج قوة ساحقة وبيهجم عليه بالكرة النارية الفائقة، ولكن ده بلا فائدة قدام الزعيم. ووقتها بيقول زيرو: كما هو متوقع، الزعماء عندهم جلد سميك جدا ومش من السهل اختراقه. وهنا العقرب بيهجم على زعيم الخنازير وبيثبته، وبعدها بيهجم بطنه بهجمات نارية ساحقة. ووقتها بيقول زيرو: مش بطال، طالما العقرب يتلقى الهجمات بدالي سأكون قادر على. ولكن الزعيم بيهجم على العقرب بهجوم ساحق ومدمر، واللي بيرمي العقرب لبعيد من قوة الهجوم. وبعدها بيستعد الزعيم للهجوم مرة تانية. ووقتها بيقول زيرو: وكأن الأمر هيكون بهذه السهولة. وهنا بيهجم الزعيم على زيرو مباشرة، ووقتها بتحذره فانج بسرعة بتفادي هذا، ولكن بطلنا واقف مكانه ومستني اللحظة المناسبة لتنفيذ خطته والهجوم على الزعيم. وقتها الزعيم بيقرب جدا من زيرو وعلى وشك الهجوم عليه، وهنا يستعد زيرو بيهجم عليه بسحر الجليد، واللي بيشل حركة الزعيم. ووقتها بتقوله فانج: الزعيم من فئة نجمتين عنده مقاومة 50%، والجليد لا يمكنه الصمود لفترة أطول. وبالفعل بيتعصب الزعيم وبيكسر الجليد. ووقتها فانج مصدوم انه تحول الوضع الهائج، وده معناه ان الزعيم هيفعل سحق الموت. وهنا بيهجم العقرب على الزعيم، وبيحاول يثبت ملك الخنازير مكانه، ولكن العقرب بيواجه صعوبة في ذلك وبيعاني مع الزعيم. وهنا بطني بيستعد للهجوم على الزعيم، وبيقول لفانج بشفاء العقرب المدرع بسرعة. وبالفعل بتفعل فانج قوتها وبتحاول شفاء العقرب، ولكن بتقوله فانج: حتى مع الشفاء لا يمكن للعقرب الصمود طويلا، ولازم نهجم بقوة نارية ساحقة. ووقتها بيجمع زيرو قوة نارية ساحقة، وهنا بيهجم على الزعيم بالكرة النارية الفائقة، وفي نفس الوقت بيهجم عليه بالجليد، واللي بيخلي الزعيم غاضب جدا وبيعاني من هذا. ووقتها بيقوله زيرو: حتى لو كان ملك الخنازير البرية بالمستوى العاشر، ولكنه مع ذلك يا صديقي لا يمكنه الصمود قدام الهجوم المتواصل من شخص يحمل معدات ذهبية بنجمتين ومهنة بالمستوى الأسطوري. ووقتها بيقرب زيرو من الزعيم اللي بيعاني من هجماته المستمرة، وبعدها بيخرج بطنه قوة ساحقة وبيهجم عليه برقصة النار. ووقتها فانج يلمس ضوء من استعمال زيرو المهارتين بهذه البراعة، وأخيرا تم القضاء على الزعيم. وهنا بيهنيه النظام على هزيمة الزعيم، وكسب مهارة الغضب، واللي يمكن رفع قوة الهجوم ب5%، ولكن ده بعد خسارة 10% من الدفاع. ووقتها بيقول زيرو إن هو هيعطي هذه المهارة للعقرب، وبيكسب معطف السحر المحارب الهائج بالمستوى العاشر، واللي يمكنه من رفع حياته ب 320 نقطة ورفع التحول ب5 نقاط. لو مش كده وبس، وكمان لما يكون نقاط حياته ضعيفة جدا فهيتم استعمال القوة السحرية لتعويض الأضرار اللي بيتعرض لها تلقائيا. وأخيرا خاتم المحارب الهائج بالمستوى العاشر مع الخاصية الذهبية، وهو مناسب لفئة الفارس، واللي بيرفع من قوة الهجوم ب70 والقوة والرشاقة ب5. ووقتها بيهان النظام بنتنا فانج على كسر القيود الخاصة بفئة ساحر الهلاك الجسم الكارثي، ليتحول لفئة أسطورية الساحر المحظور، واللي بيخلي فانج فرحانة جدا إنها أخيرا تخلصت من هوية ساحر الهلاك. لا وكمان اتطورت لمهنة أساسية بالمستوى الأسطوري. وبعدها بيتم الإعلان في الخارج عن هزيمة الزعيم على يد زيرو وفانج، ووقتها الجميع مصدوم إن هم عملوا كده فقط في نص يوم. وبيتفاجئوا أكثر إن البنت اللي معها زيرو
هي ساحرة الكراسي اللي كانت بحاجة للمساعدة، وده معناه إن زيرو خلص على الزعيم منفردا، وبعدها بيسألوا النظام لو كانوا عايزين يكملوا وينتقلوا للعالم التاني ولا العودة للواقع. فبيقرر زيرو العودة للعالم الواقعي. وهنا بتقوله فانج انت رايح فين؟ بيقول لها زيرو ذاهب لعند اختك عشان المال. وبعدها صديقي بننتقل لعائلة سو في مركز مدينة لين هاي. ووقتها بتروح موظفة لعند بنت اسمها سو ديان، وبتقول ان في حد بيرن عليها واللي بنعرف ان هو زيرو. ووقتها بيقول لها زيرو ان هو كمل المهمة وهعطيك رقم الحساب لتحويل المال، ولكنها بتشك في امره وبتقول له استنى هتأكد اولا وهرد عليك قريبا. وبتقفل معاه. وبعدها بتقول مع نفسها ما عندهاش حتى نص يوم، وبتقول انك كملت المهمة يا لك من محتال. وهنا بتخش عليها فانج واللي بتقول لها بكل سعادة انها نجحت في كسر قيود الفئة، وكمان حصلت على فئة أساسية أسطورية الساحر المحظور. بتفرح ديان من كلامها وبتقول لها المستوى الأسطوري مرة واحدة ده محدش تعدى فئة نادرة في عيلتنا، ولكنك فعلت ذلك بسرعة كبيرة، وأكيد إن هما بعتوا الكثير من الأشخاص لمساعدتك أليس كذلك؟ ولكن بتقول لها فانج مش كتير، شخص واحد فقط. بتتفاجئ ديان من كلامها وبتقول لها بكل صدمة واحد بس؟ فانجيان هو الشخص اللي ساعدك في العالم الآخر، هو الشخص المشهور اللي اسمه زيرو؟ بتقول لها فانجيان أيوة معاكي حق. ووقتها بتشوف التعليقات اللي على المنتدى عن كسر زيرو الرقم القياسي. وبعدها بتقول لي فانج انت حطمت الرقم القياسي اللي دام لأكثر من قرن، وانت على وشك ان تصبح من اول الاشخاص اللي دخلوا العالم التاني، واكيد مكانة عيلتنا هتتحسن في المدينة بوجودك. وبعدها بتقول الموظفة بكل حماس جهز اجتماع لمجلس الإدارة فورا وللعبور للعالم التاني أولا. يجب علينا تجنيد زيرو لجناح يان بأي تمن. ووقتها زيرو كان بيكلم المشفى وبيعرفوا طبيب إن هما استلموا الحوالة بالفعل، ولو كنت بحاجة لأي شيء أخبرنا فورا. ووقتها بيقول زيرو مع نفسه 400 ألف اللي وصلوا من شوية راحوا فورا. وبعدها بيقول لهم زيرو كويس سأترك أخي في رعايتكم اهتموا به جيدا. بيقول له الطبيب ولكن تذكير بسيط إصابة أخوك خطيرة وبحاجة للبقاء في المشفى والمراقبة المستمرة، وتكليف العلاج حوالي 40 أو 50 ألف شهريا. وقتها بيفتكر زيرو عرض الأخ ياو لما عرض عليه 50 ألف شهريا، وبيقول مع نفسه لو كنت عارف بس لكنت وافقت على عرض ذلك المتعجرف ساعتها. وهنا حد بيرن على زيرو واللي بنعرف إنها ديانا، وبتكلمه وهي في اجتماع مجلس الإدارة وبتقوله سيدي هو أنت مهتم بالانضمام لنقابة أمة التنين؟ وأنا ديانا نائبة رئيس نقابة أمة التنين، وهنقدم لك جميع الفوائد الاجتماعية ده غير الراتب الأساسي وهو 30 ألف شهريا بالإضافة لمكافآت الأداء. ووقتها يبتسم زيرو وهو بيقول مع نفسه جيتي في الوقت المناسب. فبيقول لها زيرو تمام موافق، وبيفرح الجميع من هذا. ولكن بيكمل زيرو كلامه وبيقول لها ولكن عندي شرط، لما يكون في فعاليات كبيرة للنقابة أو حاجة لمشاركتي سأشارك ساعتها، خلاف ذلك لا يمكنك التدخل في حريتي الأخرى. واللي بيحاول ابتسامتهم لقلق وتوتر من كلامه. وهنا بيقوله مسؤول في المجلس ازاي يمكن ذلك، ولو انضميت للنقابة فعليك بطبيعة الحال العمل لصالحها، ولو سعى الجميع للحرية فايه الفايدة من انشاء نقابة؟ فبيقوله زيرو لو كان لا يمكنك قبول ذلك انسى الامر اذا، وبيقفل الخط في وشه واللي بيخليهم غاضبين جدا من هذا. ووقتها بيقول رئيس النقابة لديانا ديانا هو ده الشخص اللي قلت ان لازم نضمه بأي تمن؟ وبنعرف ان اسمه هو تشين. فبتقوله ديانا ان هو المحترف الاعلى لهذا العام وهزم زعيم العالم الاول في نص يوم فقط وحطم الرقم القياسي، ومثل هذه الموهبة النادرة لازم نضمه فورا. ولكن بيقول لها الرئيس ولكن بتقوله فانج عمي انه حكم مذهل. وبتقوله ديانا في رأيي يمكننا الموافقة على شروطه أولا ويدخله لنقابة جناح مطر الدخان. وبتقوله فانج بالظبط، وزي ما قال بنفسه في السابق إن هو مش حرا تماما ولما نحتاجه هنلاقيه. بيقول لهم الرئيس حسنا ولكن إذا انتهى الأمر بتجاهل إدارتنا تماما فهقرر شخصيا لو كان هيفضل أم لا. وبعدها بترن على زيرو، ووقتها بيقول زيرو مع نفسه إن نقابة أمة التنين في مقاطعة تنجهام في المركز الخامس، ومع إنها أقل بمرتين من النقابة العليا ولكنها جيدة كفاية، والراتب الشهري والمكافآت لازم تغطي نفقات العلاج. فبيرد عليهم زيرو وبيعرفوا زيرو إن هم موافقوا على شروطه وإمتى يمكنك الحضور للباد. ولكن بيقول لها زيرو سأعمل في المنزل ولا حاجة للحضور طالما إننا في مدينة لين هاي، فنقاط الدخول للعالم البديل متشابهة، ولكنهم بيعترضوا على ذلك
فبيقول لهم زيرو إذا انسوا الأمر، ولكن بتقول له لا بأس، سنفعلها على طريقتك. ووقتها يبتسم بطلنا وبيقول مع نفسه إنها رئيسة من السهل التعامل معاها، وكده حلنا مشكلة الداخل. يمكن التركيز على غزو العالم البديل الآن، وبيذهب للعالم التاني. وهنا بيقوله النظام إن العالم التاني يسمى حصار الزومبي، ونهاية العالم يواجه كارثة مهددة للبشرية، والزومبي على وشك حصار المدينة. وكان يجي في مدينة تانجهام لازم تساعد الآخرين للدفاع عنها، ولو اخترق الزومبي المدينة ساعتها هينتهي أمرك بالموت. ومهمة العالم التاني هي إكمال الزنزانة الأولى، والمهمة التانية هي الصمود والقضاء على 3 موجات من الزومبي، وبعدها هزيمة زعيم العالم التاني والانتقال للعالم التالت. ووقتها بيقول زيرو مع نفسه إن هو لازم يوصل للمستوى ال15 أولا لإكمال المهمة الأولى، ولازم يرفع مستواه بسرعة. والمهمة التانية فيها سنة للوقت المناسب. ووقتها بيسمع شخص بيقول للجميع أسرعوا، موجة الزومبي قادمة بعد يومين. واللي بنعرف إن هو قائد الجنود واسمه نورسن. ووقتها بيقول زيرو مع نفسه مع إن مدينة تانجهام قد تكون منطقة آمنة في العالم التاني، ولكن موجات الزومبي تهاجم باستمرار، وده بيخلي الجو دائما مع التوتر. وهنا القائد نورسن بيذهب لعند بطلنا وبيقول له القائد نورسن أيها المحارب، المعركة على وشك البدء، وهل يمكنك التوجه للغرب وإمساك بعض الزومبي المتحول لجميع المواد يصنع الأسلحة والقتال. ووقتها بيقول زيرو مع نفسه إن في حوالي 10 مهام في مدينة تانجهان، ولكن هذه المهمة هي الأكثر صعوبة لأن هدفها في المستوى ال11 لحد المستوى ال20، ولكن مع ذلك مكافآتها سخية، وإكمالها أكيد هيقربني من تصفية العالم التاني. فبيقول له زيرو تمام، اترك الأمر لي. وبعدها بننتقل لخارج المدينة، ووقتها بيلاقي زومبي في كل مكان. وهنا بيظهر زيرو بيخرج العقرب وبيستعد للهجوم على الزومبي، وهنا بيهجم على زومبي منهم، وده بيخلي الآخرين يهجموا عليه، ولكن بيعترضهم العقرب وبيقتل فيهم واحد ورا التاني. ووقتها بيتفاجئ زيرو ان المهارات النارية لا تؤثر كثيرا على الزومبي الناري، فبيجهز نفسه بمهارات الجليد، وهو بيقول بكل سخرية مش هستعمل المهارات النارية. وهنا بيخرج قوة ساحقة وهو بيقول بكل حماس فلنرى إذا كم ستستمر. واللي بنعرف ان هما زومبي ناري بالمستوى ال11 مع مهارات الصاروخ الناري والدرع الناري، واستعمال النار ضده بيخليه قوي فقط. ووقتها بيقول زيرو للعقرب بجذب انتباه الزومبي الناري، وهنا بيهجم العقرب عليه وبيثبته. ووقتها بيقول زيرو انه جاهز العقرب بالمهارات والمعدات اللازمة، ولا يمكن للزومبي الناري التأثير عليه. ولكن بيستغرب زيرو من انسجام العقرب مع هذا، وهنا بيستعد زيرو وبيهجم عليه بالجليد وبيخلص عليه في ثواني، وبيكسب زيرو بعض القطع النحاسية. ومن هنا بيعرف زيرو ان معدل اسقاطهم للعناصر مش مرتفع، وهنا يستعد زيرو وبيهجم عليه بهجمات ساحقة ومستمرة وبيخلص على واحد ورا التاني. وبعد فترة من قتالهم بيجمع بطلنا 50 من النواة النارية، ولكنه لسه بعيد جدا عن إكمال المهمة، بالإضافة إن المكافآت ضئيلة جدا. وهنا بيشعر زيرو بالجوع فبيقرر يخرج عشان ياكل ويكمل لاحقا، ولكن فجأة بيسمع زئير مرعب وبيتفاجئ زيرو من هذا، وده معناها ظهور زعيم الوحوش واللي بنعرف إن هو الزومبي الجليد الناري بالمستوى ال14. ووقتها بتلمع عين زيرو، ووقتها بيقول زيرو إنه زعيم قيم ربما يمكن الحصول على بعض المعدات الجيدة وكتب مهارات. وهنا بيلاحظ الزعيم زيرو وبيظهر في وشه بكل غضب، وهنا بيضرب الزعيم الأرض وبيهجم على بطننا بالجليد وبيشل حركته، وبعدها بيهجم عليه بالإبر الجليدية، وده بيخسر زيرو الكثير من صحته. ولكن زيرو بيهجم عليه بالجليد، ولكن ده لم يأثر عليه كثيرا، وده لأنهم منع من النار والجليد ب50%، وده بيخلي زيرو في موقف صعب والعدو قوي جدا. وبيهجم الزعيم على العقرب الفدي وبيتفاجئ زيرو من أضرار الزعيم المرتفعة، وهنا يستعد الزعيم وبيهجم على العقرب بهجوم ساحق وبيخلص على العقرب الفدي في ثواني. ووقتها بيقول النظام لزيرو تم القضاء على العقرب وهيتم إحياء العقرب في 3 ساعات، ولكن هيقل مستواه بمستوى واحد ونقص الولاء ب10. ولكن بعدها بيفعل زيرو تأثير مستحضر الأرواح، وده بيخليه يتم إحيائه في ساعة واحدة فقط وبدون أي عقوبات. ووقتها الزعيم على وشك الهجوم على زيرو وبطلنا في وضع صعب، ولكن فجأة بيظهر طاقة أرجوانية بتهجم على الزعيم بقوة ساحقة وبتنقص من صحته 140 تقريبا، وده لحد ما عالي. واللي بنعرف إنها الساحرة سو، وهنا بتقوله إنها تتحكم في الوضع وإنت قم بالهجوم. وهنا بيتحمس زيرو وبيقوله بكل حماس حتى لو كان التأثير أقل ب50% سأستنفذ قوتك، وبيهجم عليه بضربات مستمرة وساحقة، وده بيخلي الزعيم غاضب جدا.
وبيهجم عليهم بهجوم ناري، ولكن سو بتمنعه من ذلك، واللي بيخلي زيرو متفاجئ من قوة الساحرة سو. وبعدها بتفعل الساحرة سو الضوء الساطع وبتصد الزعيم، ووقتها بتفاجئ زيرو من قوتها، وبيقول مع نفسه مع انها فعلت 3 مهارات ولكنها لسه مستمرة في الهجوم. معقول هو ده فئة السحر المحظور؟ وهنا زيرو بيهجم على الزعيم بضربة نارية وجليدية في نفس الوقت، وده بيخلي الزعيم يعاني من هذا الهجوم الساحق، ولكن بتكمل عليه فانج بضرباتها الساحقة. واخيرا تم القضاء على الزعيم، واللي بيخليهم يكسبوا الكثير من المعدات. ووقتها بيقول لها زيرو: والله يا سو المرة دي الفضل كله ليكي، وعشان كده هيتم تقسيم المكافآت بالتساوي. ولكن بتقول له سو لا داعي لذلك، وكنت هنا لأداء مهمة أيضا، ولما أتوقع أن يتم اختياري بهذه السرعة، وأنت ساعدتني لاجتياز العالم الأول ولم أتمكن من شكرك. بيقول لها زيرو: بس أختك دفعت بالفعل. بتقول له سو: أختي شيء وأنا شيء تاني، وأنا اسمي سو جينيان. بيسلم عليها زيرو بيقول لها إن اسمه هو تشانج يوي. بتقول له سو: بما إننا في نفس النقابة، لماذا لا نتعاون في القضاء على الوحوش؟ فبيسألها زيرو عن تأثيرات مهنتها. بتقول له سو بكل حماس إن جميع مهارات تحكمها يمكن رفعها ل 30% مع إضافة ثانية للتأثير الحاضر وتقليل وقت التهدئة ل 30%. بيتفاجئ زيرو من فئتها وبيقول لا عجب في ذلك، ومع هذه السيطرة الرهيبة يمكن تحسين كفاءة قتال الوحوش بصورة هائلة معاها. وبعدها بيغادر بطلنا، فبتسأله سو هو رايح فين. بيقول لها زيرو إن هو هيرجع لمدينة نوتنج لبعض الوقت، وهرجع بعد 10 دقايق للتعاون في القضاء على الوحوش. بتفرح بنتنا سو من هذا، وبتقول مع نفسها بكل إحراج إنها وعدت نفسها إن الشخص اللي هيساعدها في القضاء على جسم اللعنة فهتتجوزه. ولكن بعدها بتقول مع نفسها: سو انت بتفكري في ايه؟ ونرجع لزيرو، ووقتها بيقول ان هو حصل على 3 قطع من المعدات وكتاب مهارة. فبيقرر زيرو ان هو يبيع المعدات اللي بنجمة واحدة ويستعمل الباقي لتقوية قدراته الحالية. وهنا بيرتدي حذاء الجاري واللي بيرفع رشاقته ب10 نقاط. وبعدها بيقول ودلوقتي احتاج لمهارات هجومية اقوى. وهنا بيركب مهارة الكرة النارية اللي على مستوى اللي يتحول للصاروخ الناري الفائق، واللي يمكنه من الهجوم ب3 قذائف في نفس الوقت مع فترة تبريد 5 ثواني. وهنا بيقول عمنا يا زيرو بعد رفع سرعة المهارة لا يمكن لأي وحش لمسي. وهنا بيظهر لزيرو دعوة من سو للانضمام ليها في المعركة، وبالفعل بيوافق زيرو على طلبها. وبعدها بننتقل للمعركة، ووقتها بيهجم زيرو على الزومبي بالصاروخ الناري وبيخلص عليه في ثواني. والساحرة سو متفاجئة ان هو خلص على الزومبي الناري بضربة واحدة فقط. ولكن بيقول لها زيرو: وانت جيدة ايضا، وردود افعالك ومهارة تحكمك ممتازة. بتقول له سو ان ده من فعل اختها، وده بيخلي بطلنا الكحيان منزعج من هذا. ووقتها بيقول مع نفسه ان المال بيفعل الكثير والكثير يا صديقي. ووقتها بتسأله سو لو كان اخفى تأثير عرض معداته او لديه معدات سرية، وده لان عنده قوة هجومية عالية جدا. ولكن بيقول لها زيرو ان فئته من المستوى الاسطوري، ولكنها بتقوله مستحيل. ودايما لما بيستيقظ المحاربين الاسطوريين بتظهر ظاهرة فريدة، ومفيش اي ظاهرة ظهرت هذا العام. فبيقول لها زيرو لو مش مصدقة انت حرة. ووقتها بيقول مع نفسه ان مهنته ليست من الإيقاظ التقليدي. ووقتها بطلنا كامل مهمة جمع نواة الجليد والنار، وفضل القضاء على الزومبي السامي فقط لإكمال المهمة. فبيقرروا الذهاب لعيش الزومبي، ولكن فجأة بيظهر تحذير من النقابة وبيقول لهم تشين جون بالاجتماع فورا في مدينة الزومبي، وكل اللي هيغيب هيتم طرده من النقابة. ووقتها بتفاجئ الساحرة سو من هذا، ووقتها بيسألها زيرو عن تشين جون ويبدو ان لديه حضورا قويا. فبتقوله الساحرة سو ان هو رئيس فرع نقابة يان يو في مدينة لينهاي، وولده واللي هو عمي الأكبر سو تشين عضو مجلس إدارة عائلة سو، وكانت تربطهم علاقة حياة وموت، وعمها هو اللي عينه في هذا المنصب. بيقول لها زيرو بما انها عاملة للنقابة فيلا بينا. ووقتها أعضاء النقابة بيواجهوا زعيم قوي جدا واللي حرفيا بيعمل معاهم الجلاشة. ووقتها بنلاقي نقابة تانية بتهجم على نقابة يان يو عشان ياخدوا هما الزعيم، واللي بنعرف ان النقابة التانية بتاعت الأخ ياو. ووقتها بيحاول تشين يقنع ياو بالتراجع، وهم اللي اكتشفوا الزعيم أولا. ولكن بيقوله ياو القوة هي القانون الوحيد هنا، انت فاهم؟ خلصوا عليهم جميعا. ولكن فجأة بيظهر تعويذة في السماء بتهجم عليهم بضربات نارية ساحقة، واللي بيخلي ياو غاضب جدا من هذا وبيقول مين اللي يجرؤ على فعل ذلك. وهنا بيظهر زيرو وبيقول له ها انت تاني، هذه المرة انت جيت لسرقة زعيم الوحوش الخاص بنقابتنا. وتعالوا يا اخواتي نرجع لورا شوية قبل ساعة تقريبا. ووقتها بيظهر الزعيم
ونقابة يايون بتهجم عليه، ولكن ده بيخلي الزعيم غاضب جدا وبيهجم عليهم بكل غضب. وهنا بيقول واحد لقائد الفريق إن مواجهة الزعيم تقريبا مستحيلة من غير السحر المحظور، ولكن بيقول لهم قائدهم لا تخافوا وحافظوا على التشكيل وحاولوا استنزاف الزعيم. وبعدها بيظهر زيرو والساحرة سو، ووقتها بتفاجئ الجماعة من جمالها البارد، وهنا بتحاول تصلح كلامهم وبتقول لزيرو ما تصدقش كلامهم، أنا مش باردة أبدا. بيقول لها زيرو تمام، ووقتها بتلعنهم الساحرة سو في سرها. وهنا بيفرح قائدهم من قدوم الساحرة سو، ولكن بيتعصب لما بيلاقي زيرو معاها وبيسألها هو هنا ليه، ولكن بتقوله الساحرة سو اهتم بشؤونك. بيقول لها القائد لا، أنا فقط قلق لو حاول شخص واخد خداعك، ولكن بتقوله الساحرة سو ما تقلقش يمكن التمييز بين الصواب والخطأ، ودلوقتي انت دعوتنا ليه؟ بيقول لها القائد ان تم تحديث مدينة الأموات وظهر زعيم ملك الأموات. بتقوله الساحرة سو إن استيلاءهم على زعيم ملك الأموات هيعزز من قوة البقية وقوتنا بشكل كبير. فبيقول لها زيرو يلا بينا نكمل المهمة، ولكن بيوقفوا قائد الفريق وبيقول لهم مفيش داعي لذهابك. بيسأله زيرو عن السبب، فبيقول له القائد بكل غضب انت مروض وحوش، ومين عارف ازاي انضميت للنقابة، ربما استعملت طرق خلفية وتحاول تدخل مساعدتنا، هذا تفكير مفرط. ووقتها بيقول الجماعة ان هذه المهنة سماتها ضعيفة جدا وصعب تطويرها ايضا، وكمان معهوش اي معدات خاصة، وده يعتبر اهدار لموارد النقابة. وده بيخلي الساحرة سو غاضبة جدا وبتقولهم بكل غضب انتم عارفين حتى هو مين. ولكن بيقول لها زيرو تمام انت رئيسة هنا، فقط قرارك هو النهائي. وهنا بتمسك بزيرو وبتقول لهم لا، إذا لم يذهب مش هذهب أنا أيضا. بيقول لها القائد وهو متوتر لا تغضبي أنا بس بدور على مصلحته، وأنا خايف إنه يموت في المعركة. تمام هخليه يشارك في المعركة ويشاهد من بعيد. وهنا بياخد الساحرة رسول المعركة بسرعة، ووقتها بتقول لزيرو بانتظارها وسأعود فورا. ووقتها بيقول زيرو مع نفسه ووحش زعيم بالمستوى الخمستاشر هيكون صعب شوية، ومع الساحرة سو وبعض الدعم سيكون هزيمة الزعيم مسألة وقت. ممتاز، خلينا أشوف قوة النقابة الخامسة في قائمة المتصدرين. ونرجع للوقت الحالي لظهور بطلنا الأسطوري. ووقتها بيتفاجئ الجميع من قوة زيرو مع إنهم روض وحوش فقط. ووقتها بيقوله الأخ ياو بكل انزعاج انضميت لنقابة يان يو، وبتقوله الكلبة بكل غضب تشانج يوي أخوك ياو دعاك للنقابة العليا ولكنك رفضت ولن تذهب لجناح يان يو. لم أدرك أنك كنت رخيص جدا هكذا في السابق، ولكن فجأة بيظهر طاقة أرجوانية فوقها واللي بتنزل عليها بقوة ساحقة. وهنا بتقول الساحرة سو ودلوقتي أصبحت أكثر نظافة بكثير. وهنا بيقوله هياو تشانج كان بيدفعوا لك في النقابة هقدم لك الضعف، لا 3 أضعاف الراتب، وأيضا هتكون نائب الرئيس انضم لنقابتي وكون الرئيس التنفيذي، ماذا عن ذلك؟ وهنا بتقوله الساحرة سو بكل غضب ازاي يمكن ان تكون بهذه الوقاحة وتكون بخطف الناس قدامي؟ ولكن بيقوله زيرو لازم تكون صادقا في الحياة، وبما اني انضميت بالفعل لنقابة يان يو فلن يكون مناسب التنقل من مكان لآخر بسهولة، ومع ذلك مفيش حد عارف اللي هيحصل في المستقبل، دعنا نرى. بيقوله ياو تمام، طالما انك تريد يمكنك القدوم لنقابة العليا في اي وقت انت مرحب بك دائما. وهنا بيقول لجماعته بالانسحاب، بيتفاجئ اتباعه من هذا وبيحاول يقنعوه بالتراجع عن هذا، وفاضل شوية وهيتم القضاء على الزعيم. ولكن بيقوله هياو وما قيمة هذا، لازم نضحي بهذا المستوى للحصول على الفوائد قدام، ماذا تعرف أنت؟ وبالفعل بينسحبوا. وهنا بتشكر الساحرة سو زيرو، ولكن بيقول لها زيرو لا شكر على واجب. وهنا الزعيم بيهجم عليهم بقوة ساحقة، ولكن بيتفادوها في الوقت المناسب. وبعدها بيقف زيرو قدام الزعيم وبيقوله بكل حماس ملك الأموات سأخضعك. وهنا بيهجم عليه بقوة ساحقة وبيتفاجئ الجميع من قوة زيرو الساحقة والزعيم على وشك الموت تقريبا. ووقتها بيقول زيرو سويان كالعادة، بتقوله سويان حسنا. ووقتها الزعيم بيعاني من ضربات زيرو الساحقة، وهنا بيستعد زيرو للهجوم وبيهجم عليه بهجوم ساحق وبيقتله أخيرا. والجميع مصدوم من هذا، وهو مين بالظبط حتى إنه جعل نقابة الزعماء تغادر. حتى الورث الأكبر لعائلة لياو عمله باحترام كبير. ووقتها سويان بتشكر زيرو ولولاك لكانت نقابة الزعماء سرقوا الزعيم منا. ولكن بيقول لها زيرو لا بأس، فأنا في النهاية عضو في النقابة أيضا وده واجب عليا. وبعدها بننتقل لمدينة نوتينج، ووقتها سويان ماسكة في زيرو مش حلاه وقائده متعصب جدا من هذا، وبيقول للفريق بكل غضب
كنتم فين؟ وهل حصلتم على الزعيم؟ بيعرفوا تابعوا ان مروض الوحوش اللي ظهر مع سويان هو اللي هزم الزعيم. بيتفاجئ القائد من هذا، وازاي المروض ضعيف يكون بهذه القوة. بيقوله تابعه، هذا الفتى لديه قوة هائلة، حتى ضربة عادية منه يمكنها قتل شخص، وبوجودهم معنا نقابتنا أصبحت أقوى. وهنا بيذهب القائد لعند زيرو وبيزعق في وشه، وبيقول له بكل غضب، انت فعلت هذا عن قصد، واستنيت لغاية ما كنا على وشك الموت جميعا عشان تتحرك. سواء تحركت أم لا، انت خالفت تعليمات النقابة وتصرفت منفردا، وبصفتي رئيس النقابة لدي الحق في طردك. ولكن زيرو بيمسك صباعه اللي كل شوية بيشاور بيه في وش زيرو، وبيقول له على ما افتكر انت الشخص اللي قطع الأمر بعدم السماح لي بالتحرك. وهنا بيتدخل تابعه وبيقول له أيها الفتى الوقح، تجرؤ على مهاجمة زعيم النقابة؟ ولكن بيتجاهل زيرو وبيكمل كلامه، وأيضا المهمة اللي أصدرتها النقابة هي القضاء على الزعيم. أخبرني فقط لو كملت مهمة أم لا. وبتقول له سويان، لولا تشانج يو لفقدنا الزعيم بالفعل وخسرنا جميعا، والمفروض نعطيه مكافأة كبيرة. تشانج، يلا بينا نكمل باقي المهام. وبعدها بيغادروا. وقتها القائد غاضب جدا، وبيقول لتابعه بكل غضب، راقب هذا الفتى كويس، وأول ما يكشف عن نقطة ضعف عرفني فورا. وبعدها بننتقل للغابة السامة، ووقتها سويان اللي يمكنها احتمال الراحة اللي في المكان، فبيقول لها زيرو إن الزومبي السام أصعب من الزومبي الناري والجليدي، كوني حذرة. ومع إنه لا يمتلك خصائص النار أو الجليد، ولكن لديه مهارة مرعبة وهي سمية الجسد. ومع إنه لا يمتلك خصائص النار أو الجليد، ولكن لديه مهارة مرعبة وهي سمية الجسد، واللي تجعل أي شخص يتعرض للهجوم أو يهاجمه يخش في حالة تسمم لا يمكن تطهيرها أبدا، ويفقد الهدف 6% من صحته كل ثانية. وده بيخلي سوان خايفة جدا. بيقول لها زيرو ظبطي نقاط حياتك في الوقت المناسب، وهي مش مشكلة كبيرة. بتقول له سوان حسنا، وبعدها بتديله مكافأة هزيمة الزعيم. وبعدها بتهجم على الزومبي السام، وبتقول لزيرو بالقضاء عليه بسرعة. وبالفعل بيهجم على الزومبي السام بقوة ساحقة، وبيقتله في ضربة واحدة فقط. وده بيخلي سوان تنجذب ليه أكتر، وبيستمر في التقدم في الغابة. ووقتها بيشعر زيرو إن في حد بيراقبه. وبعدها بنلاقي تابع القائد بيكلم القائد جون، وبيعرفوا إن زيرو مع سوان في مهمة جمع نوايا الزومبي. وأحد الرجالة قال إن هما بيدردشوا وبيضحكوا، ويبدو إن علاقتهم جيدة جدا. بينفجر القائد جون من الغضب بعد سماع هذا، وبيقول بكل غضب إن هي حتى لم تعبر ولا مرة من 3 سنين من أول ما تم استيقاظها كساحرة كارثية. بيقوله تابعه، في رأيي لازم نفكر في طريقة لطرده ويبعده عن سويان. وهنا بيحذر من النظام الجامعي إن في موجة زومبي قادمة وهتهاجم بعد نص ساعة. وده بيخلي القائد يلاقي فكرة للتخلص من زيرو، وبيقول مع ابتسامة خبيثة، يجرؤ على سرقة فتاتي؟ لدي 1000 طريقة لطرده من النقابة وجعله لا يمكنه البقاء فيها، ولكن لازم أجعل الأمر صعبا عليه. ولكن بيحذروا تابعوا إن في العالم الآخر يمكن إحيائه بالإضافة لنقاط الإحياء كلها في المناطق الآمنة، وقتله مش هيكون سهل هكذا. ولكن بيقوله القائد، ولكن لما تصل موجة الزومبي هيتم إلغاء الحماية على اللاعبين في المنطقة الآمنة، وكل ما يحتاج هي موجة واحدة فقط من الزومبي للقضاء عليه بسهولة. ونرجع لزيرو، وقتها بيقتل الكثير من الوحوش السامة وبيكسب الكثير من العملات الذهبية. ووقتها بتقوله سيان وهي سعيدة جدا، ما فاضلش إلا شوية مهام لإكمال المهمة، وفاضل نص ساعة لبداية الموجة. وفجأة بيهجم زومبي سام على زيرو وبيعض كتفه، ولكن بيخلص عليه في ثواني، ولكنه بيتعرض لإصابة خطيرة في كتفه. وبتقوله سويان، انت بخير؟ بيقول لها زيرو انا كويس، ولكن لازم نرجع للمدينة. ووقتها بيراقبوا شخص من بعيد، وبعدها بيرجعوا للمدينة وبيسلموا المهمة وبيكسبوا الكثير من نقاط الخبرة، وبيرتقي زيرو للمستوى 17. وبعدها بتقوله سويان ان مستوى ارتقى للمستوى 16 وحصلت على معدات المستوى 15، وانت على ماذا حصلت؟ بيقول لها زيرو ان هو ارتقى للمستوى 17، ولما كنتش موجود وحوش كان زمان في المستوى 20 على الاقل، وده لانه بيقسم نقاط الخبره مع العقرب الفدي. بتقول له سويان ان موجة الزومبي على وشك البدء ولازم تجهز معداتك. بيقول لها زيرو تمام، كويس انك فكرتيني. وبيخرج المعدات اللي كسبها، وهي دراع الزومبي المضاد للانفجارات وحزام مضاد للصدمات. وبيقول زيرو مع هذه المعدات أصبح العقرب الفدي لا يقهر. وبعدها بتقول له سيان بكل حماس، أنا مستعد لهزيمتهم جميعا. ولكن بيوصلها رسالة من سو تشين إنها لازم ترجع للشركة، وفي أمر عاجل والجماعة مستنيكي هناك. بتتفاجئ سيان من هذا، فبتقول له زيرو إنها لازم تغادر ومش هتكمل معاه. ولكن بيقول لها زيرو لا بأس، اذهبي بسرعة. بتقول له سيان إن هو لازم يكون حذرا، مع إنهم زومبي المستوى 13 فقط ولكنهم كثيرين جدا، حتى النمل يمكنها القضاء على فيل، فلازم تكون حذرا.
بيقول لها زيرو شكرا على اهتمامك، وهنا يبدأ الجو في التغيير، وبيحذر النظام الجامعي ان موجة الزومبي قادمة، وبيبحثوا عن ملجأ طوارئ بسرعة، وبعدها بيظهر الكثير من الزومبي في كل مكان، وبيقتل زيرو في الكثير من الزومبي، ووقتها بيقول زيرو ان الزومبي يستمروا في القدوم ولا نهاية لهم، ولكنهم هيتوقفوا بعد ساعة. لازم ما عليك الا قتل 50 زومبي وهتكون بأمان. وبعدها بيظهر رسالة من النقابة بيقولوا فيها ان هم محتاجين لمساعدته، وهنا يبتسم زيرو وبيقول لهم استنوا هكون هناك حالا. وبعدها بيذهب لهناك، ووقتها بيشاهدوا القائد وتابعه من الشباك، وبيقولوا عليه ان هو غبي حقا لقدومه لهنا، وبيسأل القائد تابعه لو كان متأكد ان دفاعه ضعيف. بيقول له تابعه ايوه انا شفت هذا بعيني، مع ان ضرباته قوية جدا، ولكنه اصيب بإصابة خطيرة من الزومبي السام، واكيد حط كل نقاطه في القوة وترك دفاعه ضعيف جدا. بالإضافة إني اشتريت 10 رومات سهام بالمستوى ال 12 يتربصون له في الزقاق. فبيقولوا القائد مع ضحكة خبيثة وبناء على دفاعه الضعيف فهينتهي أمره. بالإضافة إني بعت ناس لمناطق الإحياء لمنعهم من العودة تاني وجعله يموت العديد من المرات. وهنا بيتقدم زيرو، وهنا الجماعة بيهجموا عليه بالسهام، ولكن زيرو بيخرج العقرب الفضي وبيصد كل السهام، وده بيخلي القائد وتابعه مصدومين جدا من هذا. وهنا بيقول النظام لبطلنا ان هو تعرض للهجوم من شخص خبيث، ولهذا لديه 10 دقايق يمكنه فيها القضاء عليهم من غير اضافة اي نقاط شر. وده بيخلي زيرو متحمس جدا، واللي بنعرف ان هو كان مستناه على حار من الجمر واستعدوا للمجزرة، وبيقتل واحد ورا التاني، والجميع مذعور من قوة زيرو الساحقة، والقائد مصدوم من قوته وبيقول بكل صدمة ازاي هو بهذه القوة، انت مش قلت ان دفاعه ضعيف؟ ازاي ده حصل اذا؟ وقتها بيظهر هجوم متجه ناحيتهم، ولكن بيتفادوا الهجوم في الوقت المناسب. وهنا بيقول لهم زيرو انت مفكر ان خدعك هذه يمكنها ايذائي؟ بيقول له القائد انت قصدك ايه؟ بيقول له زيرو بعد القضاء على الزعيم بعت ناس يراقبوني طوال الوقت، هو انت كنت مستني فرصة لمهاجمتي أليس كذلك؟ بيقول له القائد اذا كنت بتخدعنا بان دفاعك ضعيف وتعمدت كشف هذا الضعف الايقاعي. بيقول له زيرو ليس الامر اني احاول الايقاع بك، كنت فقط اراقب ما تخطط له. وهنا بيستعد القائد للهجوم، وماذا لو كشفتني؟ انا هنا لاخد حياتك، ولكن بيهجم عليه زيرو بالجليد وبيدمر كوسه. وهنا تابعه بيتهم زيرو بالتعدي على رئيسه وبيقول للمحاربين بالقضاء عليه، وهنا بيهجم عليه محارب نخبة، ولكن بطلنا بيقتله في ثواني، وبيتفاجئ القائد ان هو قتل محارب نخبة في ضربة واحدة فقط، وبيقول له انت مين بالظبط؟ وهنا بيهجم عليه زيرو وبيقول له انا شخص لا يمكنك استفزازه. وبعدها بننتقل لمنطقة الإحياء، وقتها بيقول له النظام اللي تم قتله على يد ساحر الموتى زيرو، وبيتم إحياء القائد وتابعه. ووقتها بيقول له تابعه يا قائد إنه زيرو اللي صف العالم الأول في نص يوم، وادم ما هذا ساحر الموت هو مش مروض وحوش. بيقول له القائد وازاي هعرف يعني؟ اللي عجب ان معرفته كانت دايما مخفية، ذلك المخادع يدعي الضعف ليفترس الآخرين. تشانج يو هدفعك الثمن غالي. وبعدها بننتقل للعالم الحقيقي في مقر عائلة سو، وقتها بيعرض والد جون على سيون الزواج من ابنه واللي هو تشين جون يعني، ولكنها رفضت لأنها مش بتحبه. ولكن بيقول لها والده أي حب وأي كره يمكن تنميتها، وأنا جهزت لك هدية صغيرة وهي جرعة طاقة، وده كنز أسطوري بيرفع الطاقة ب100 ضعف لمدة شهر بعد استخدامه، وطقم شياطيني أسطوري. وبيقول لها تشين إن قيمة جرعة الطاقة في السوق تمنها 5 ملايين، بالإضافة لإنفاق 8 ملايين لتكليف سيد مختص لتصميم الطقم السحري الخاص بيكي. ولدي ابن واحد بس وهو تشين جون، وهيرث كل ممتلكات العائلة، ولو تزوجتيه في أي مواد أنت عايزاها هتلاقيها. ولكنها بترفض عرضه وبتقول له قرار حياتي الشخصية ملكي أنا لوحدي، فبتعصب عمها من رفضها وبيقول لها بكل غضب عائلة زو بذلت الكثير من الجهد والمواد عليكي، كيف لك كابنة تانية التحدث بهذا الهراء؟ ولكن بعدها بتظهر أختها وبتقول لعمها إن السؤال مش وسيلة للمقايضة وحياتها الخاصة تخصها لوحدها. يا أختي الغبية متقلقيش في أي وقت أنا هدعمك. وهنا بيرن هاتف والد جون وبيعرف إن ابنه جون تم قتله على يد تشانج يو، وده بيخليه غاضب جدا وبيقول لهم بكل غضب أنا قابلت إن ابني يعمل في منصب صغير لمساعدة مجموعة سو، ولا أنت مراتهم وقتلتوه؟ بيقول له عم سويان يا سيدي تشين أكيد في سوء تفاهم هنا. ولكن بيقول له تشين سو تشين لو حصل أي مكروه لابني مش هدعك وشأنك. وبعدها بيغادر، وبعدها بيجتمع سو تشين مع سويان وأختها وبيقول لهم بكل انزعاج هو ده الشخص اللي رشحتوه؟ انت مدركين للدعم المالي اللي بتقدمه عائلة تشين لمجموعة سو؟ بتقول له الساحرة سويان اكيد في سبب خلي شانج يو يعمل كده.
ولكن بيقول لها سو تشين كفى، احضروا تشانج يو فورا ليعتذر لعائلة تشين راكعا والا هطرده من النقابة. وقتها بيقول لنا هاتف سويان واللي بنعرف ان هو زيرو، وبتقوله انت فين؟ انت حقا قتلت جون؟ وقتها يبتسم زيرو وبيقول لها انا استقيل من دلوقتي، انا خارج النقابة. الله عليك يا معلم. ولكن فجأة حد بيهجم على الزعيم واللي بنعرف انها سويان، وبتقول لزيرو نفس القواعد، انا اساعد وانت تولى الهجوم. بالفعل بيستعد زيرو وبيهجم على الزعيم بقوة ساحقة. ووقتها يو وجماعته مصدومين ان هما بيواجهوا الزعيم من فئة 3 نجوم لوحديهم، يا لهم من مهرة. ووقتها بيشبه يو على الانسة وبيعرف انها الانسة التانية اللي عليه سو واللي اصبحت ساحرة محظورة، وبيتفاجئ من قوتها الاسطورية. ولكن الشخص الوحيد اللي يمكنه هزيمة الزعيم هو أخي زيرو، ولو كنا مكانه لكنا متنا آلاف المرات بالفعل. ولهذا سأقوم بتجنيدها هي وزيرو في نقابتي العظيمة. وقتها بيستغرب أتباعه من تصرفاته، وبيعرفوا واحد منهم إن هو حتى لو قدر يضم الأنسة سويان فالشخص التاني لا يمكن التعامل معاه. وقتها الزعيم بيتعرض لهجمات ساحقة ومستمرة، وده بيخليه غاضب جدا ولكنه عاجز عن فعل أي حاجة. ووقتها بيقول زيرو مع نفسه كويس ان الوحش بالفعل على وشك الموت. في الجانب التاني بتنادي عليه سويان وبتقول له بسرعه اقتله، ولكن بيقول لها زيرو انا هو مستكشف الخفايا المخفيه. بتتفاجئ سويان من كلامه ولكن بعدها بتفهم قصده وبتهجم هي على الزعيم بلهب الوميض. وتم هزيمه الزعيم اخيرا وبيرتقي الجميع في المستوى. وبعدها بيهني نظام سويان لتصفيه عش الظلام لاول مره، وبتكسب كتاب الخفايا بالمستوى ال 15. وده بيخلي يو وجماعته سعيدين جدا عشان نجوا، وبيذهب يقابله عند زيرو عشان يحضنه. ولكن زيرو بينزعج من افعاله، وبالاخص ان هو السبب في هرب تشين جون ولا اللي كان مات من زمان. وده هيسبب لزيرو متاعب قدام. بيتوتر يو بيسأله هيعملوا ايه في هذا. طب ماذا لو اعطاك ب1,000,000 دولار؟ بيقول له زيرو انت ما عندكش حاجه الا الفلوس؟ بيقول له يو بكل عزيمه اكيد لا، حلمه هو جمع المحاربين الاقوياء وانشاء اقوى نقابه في العالم، لذا انضم لنقابتي. وعائلة ليو لديها أكبر صيدلية في المدينة، ولو انضميت خد اللي أنت عايزه منها. ولكن بيقول له زيرو يا عم سيبني في حالي. بيقول له يوم مع نظرة جدية أخي فقط اسمعني، عائلتي لديها علاقات تعاون مع أفضل صناعي السلاح، عائلة شياو وعائلة المسحورين وهي عائلة شونج. بيتفاجئ زيرو صناعي السلاح عائلة شياو؟ بيقوله هياو أيوة، والدي ورئيس عائلة شياو صديقان قديمان، لذا طالما عندنا المواد الكافية يمكن ساعة أي معدات بكلمة واحدة منه. بيفكر زيرو وصناعي السلاح معداتهم في مستوى عالي. وبعدها بيكلمه هياو وبيقوله لو ما كنتش عايز تنضم للنقابة العظيمة فايه رأيك لو نكون أصدقاء، ولو كنت بحاجة لأي معدات يمكن مساعدتك في المستقبل. بيقوله زيرو تمام، وده بيخلي ياو فرحان جدا. وبعدها بيذهب سويان وزيرو وبيرجعوا للمدينة. ووقتها بيتفاجئ جميع اللاعبين من قوة سويان بعد ما شافوا الإشعار من النظام، فبيعرفوا من شين جون إن سويان هي واحدة من أفراد نقابته وبيفتخر بقوتها. وبعدها بيكلموا نائب القائد وبيعرفوا إن أكيد زيرو لسه عايش طالما سويان هي اللي قتلت الزعيم. بينزعج تشين من هذا وبيفكر في طريقة للتخلص منه، ولكن بيقوله نائب القائد ولكنه قوي جدا بإضافة إن النقابة العظمى تدعمه. بيقوله تشين جون عارف إننا مش هنقدر نقتله، ولكن ده مش معناه ان الاخرين لا يمكنهم ذلك. بيستغرب نائب القائد وبيقول انت قصدك إيه؟ بيقول له تشين افتكر ان في الكثير من المحترفين القدامى لسه عالقين في العالم الثالث ومستواهم على الاقل اكثر من 30، وسمعة عائلة تشين لا يمكن تجاهلها. زيرو استنى بس، هذه المرة هاكل تراب وانا مش شقلوب لو تمكنت من النجاة في العالم الثالث. في الجانب التاني بسأل سويان زيرو لو كان بيعتبرها عدوته عشان تشين عامله بهذه الطريقة، ولكن بيقول لها زيرو ان كل شخص يتحمل مسؤولية افعاله وعدوه الوحيد هو تشين جون، واكيد لو اصر جناح المطر الضبابي على مساعدة الاشرار فما عنديش مانع اضيفهم في قائمة الاعداء. ولكن بتقوله سيال لا اقسم اني مش هساعد الاشرار ابدا، بالاضافة اني بكره تشين جون ايضا. بالمناسبة قبل شوية تركتني اوجه الضربة الاخيرة، لذا الغنائم دي هي نصيبك. بيفكر زيرو في المكافآت اللي قدامه وبيقول انها هترفع من قوته وصحته بعد تحسينهم. وبعدها بيحذر نظام اللاعبين ان موجة زومبي هتهاجم المدينة بعد نص ساعة ومستواهم هو ال15، وده بيخلي زيرو متحمس. وبعدها بتقوله سويان ان هم يرجعوا يستعدوا وبيوافق زيرو على ذلك. وفجأة بيجري حد بسرعة عند زيرو واللي هي صديقي لين اللي بعت تشانج يوي عشان الفلوس. دلوقتي صديقي بتترجع عشان يسامحها. بيقول لها تشانج يوي قصدك ايه؟
فبتعرفوا إن ياو مش عايزها الآن. بتقولها سويان وهي متعصبة: وحتى لو ما كانش عايزك ولهذا جيت لعند تشانج يوي، انت فاكرة نفسك مين؟ ووقتها بتقوله هلين: اعترف اني فكرت انك فقير، ولكن اي بنت عايزة تعيش حياة جيدة، وانت الآن قوي جدا ومستقبلك مشرق، وبعد ما سمحنا مش هنختلف تاني. ولكن يو بيضحك على كلامها، وفجأة بيسمعوا صوت زومبي قادمة لعندهم، وبيعرفوا ان موجة الزومبي قادمة الآن. ووقتها بيكلمها زيرو بيقول لها: انت قلتها بنفسك، مستقبلي مشرق، فلماذا احتاج لشخص زيك؟ اذهبي من هنا. ولين متفاجئ من تغير تشانج كثيرا. ووقتها بالليل كثير من الزومبي بيهجموا عليهم بكل شراسة، فبتفعل سيان مهارتها للسيطرة عليهم، وبعدها بتنادي على زيرو عشان يساعدها. فبيخرج زيرو العقرب الفدي وبيهجم عليهم بقوة ساحقة، وبيقتل فيهم بكل سهولة. وهنا بيستعد زيرو للهجوم أيضا، وبيهجم عليهم بقوة ساحقة بتدمرهم حرفيا. ووقتها بيهجم الزومبي على لين، فبتنادي على زيرو عشان يساعدها بسرعة. بالفعل تذهب سويان عشان تساعدها، ولكن بيوقفها زيرو وبيعرفها ان لا يمكن انقاذها، وكده هتدمر نفسها كمان. ووقتها الزومبي بيهجموا عليها وبيقطعوا فيها، ووقتها بيلاحظ زيرو ضوء حواليها واللي يرمز للموت، وده معناه ان محاولة احياء انتهت. وبعدها بيهجم الزومبي عليهم بقوة ساحقة، ووقتها بيقول لها زيرو مفيش وقت للندم، فنتعامل مع الزومبي الأول. ووقتها زيرو بيفتكر ذكريات تشانج معاها. وبعد فترة بنلاقي اللاعبين لسه بيقاتلوا الزومبي، وسوان وزيرو مختبئين، وبنعرف منهم انها الموجة التالتة واللي هي الأخيرة اليوم. وبعدها بيعرفوا النظام ان هو كمل مهمة المشاركة في 3 موجات زومبي، وما فضلش الا تصفية العالم السري. فبيفكر زيرو في ايجاد عالم سري للتغلب عليه بسرعة. وبعدها بيقول لسويان الموجة على وشك الانتهاء ويمكنك البقاء هنا لاسترجاع قوتك. بتقوله سويان: وماذا عنك؟ بيقول لها زيرو ان عنده شوية امور اخرى عليه القيام بها. وبننتقل في الاحداث لمستشفى الزومبي المستوى 17، ووقتها بيوصل بطلنا لهناك وبيقرر تصفيتها قبل انتهاء موجة الزومبي، وبيخرج العقرب الفدي وبيستعدوا للمجزرة. وبعد فترة بيصفي العالم السري وبيرتقي للمستوى ال20، بالإضافة إنه كمل مهمة العالم السري وتم تفعيل بوابة الزعيم النهائي للعالم التاني. وبيعطي زيرو المجازفات للعقرب عشان يطور العقرب ويصبح قريبا أسطوريا. وبعدها بيشوف المهارات اللي معاه وبيطور الصاعقة الفائقة للمستوى A وعصا قاتل الشياطين للمستوى ال20 الفئة الذهبية. ووقتها بيوصله رسالة من سواني وياو وبيعرفوا فيها إن موجة الزومبي انتهت، وهدفهم هو هزيمة الزعيم النهائي والانتقال للعالم الثالث. بيفكر زيرو ومعاه ما ترتفع فرص هزيمة الزعيم، فبيعرفوا إن هو هيقابلهم بعد ربع ساعة قدام باب الزعيم. وبننتقل بعدها لضواحي المدينة، ووقتها بيقابل زيرو هناك هياو، وسيام متفاجئ إن هو جاب الكثير من الأشخاص. فبيقول له هياو: عارف يا زعيم إنك قوي لا تقهر، ولكننا هنواجه أقوى زعيم في العالم التاني ومن الأفضل الاستعداد. بيقول له زيرو: تمام لو كان ده يرضيك. وبعدها بيعرفوا من النظام ان هم كملوا المهمة العالمية، وبيسألوا لو كان هيشارك الفريق معاهم عشان يواجه الزعيم النهائي في العالم التاني. بالفعل بيوافق زيرو، وبعدها بيظهر بوابة لمكان الزعيم وبيذهبوا لعند الزعيم، وهو الملك الزومبي المستوى ال20 من فئة 3 نجوم. وياو وجماعته مصدومين من ضخامة الزعيم وسماته الساحقة، ولكن بيقول لهم زيرو بعدم التحرك والاعتماد على الهجوم بعيد المدى، وإلا الزعيم هيقضي عليهم في ثواني. وبعدها يستعد للقتال وبيخرج العقرب. وبيعرفنا بطلنا ان الزلزال السابقة حصل فيه على كمية كبيرة من الخبرة وبيد الحيوانات الأليفة، وده خلى قوة العقرب مقربة لقوة الزعماء. ووقتها بيلاحظهم الزعيم وبيقول لهم بكل غضب: انتم ايضا تسعون للموت. وهنا بيهجم العقرب على الزعيم، وبعدها بيخرج زيرو قوة ساحقة وبيهجم على الزعيم، وده بيخلي الزعيم متعصب جدا وبيهجم على العقرب بقوة ساحقة. وبعدها بيستعد وبيهجم عليهم بقوة ساحقة بتقسم الأرض النصين، ولكن فجأة بيظهر العقرب قدامه، ولكن بيهجم الزعيم عليه بقوة ساحقة وبيرميه لبعيد من قوة الضربة. وبعدها بينادي ياو بسرعة على المعالجين عشان يعالجوا العقرب الفدي. وقتها الزعيم متجه لعند زيرو بكل غضب، ولكن بيظهر قدامه العقرب الفدي وبيوقفه. وبعدها بتهجم عليه السيان بسحر التحكم، ولكن بتنادي على زيرو بسرعة عشان يهزمه ولا يمكنها الصمود أكثر. بالفعل بيستعد زيرو بيهجم عليه بشكل مستمر، وده بيخلي الزعيم يعاني جدا. ووقتها يوم مصدوم وهو بيشاهد إن الزعيم فقد ربع صحته في ثواني. ووقتها بيستعد زيرو للقضاء عليه نهائيا وبيهجم على الزعيم بالصاعقة الخارقة، وتم هزيمة الزعيم هزيمة ساحقة. وسيان وياو متفاجئين من قوته الكبيرة، وفجأة بيحذرهم نظام بتفعيل القدرة السلبية للزعيم دمار العالم. بالفعل بيهتز المكان وبيتم تدميره. وهنا بيقول لهم الزعيم:
أيها البشر الحقيرون، سأخذكم معي الجحيم. وده بيخلي يوم ماسك رجل زيرو وهو بيعيط، لأنه لو مات هذه المرة لا يمكن إحيائه من تاني، وده معناه إن انتهى أمره. ووقتها بيلاقي زيرو إن البوابة بعيدة عنهم جدا، وبيفكر مع نفسه في طريقة عشان يخرجوا. وبعدها بينزل العقرب وبيلاقي فكرة بالفعل، وهنا بيمسكهم وبيحدفهم لعند العقرب، وبيقول العقرب باستعمال كل قوته عشان يحدفهم لعند البوابة. بالفعل بيمسكهم العقرب وبيرميهم بكل قوته، وبيخرجوا بالفعل من هناك. وبعدها بيشعروا بالقلق، وده لأن زيرو لسه هناك. ووقتها زيرو بيخلي العقرب يرميه هو كمان، وساعتها يرجعه بعد إلقائه. بالفعل بينفذوا الخطة وبرجع العقرب بعدها، وزيرو على وشك الخروج من العالم. ولكن فجأة بيظهر قدامه هجوم بركاني، وعلى وشك السقوط في الحمم البركانية، ولكن بيهجم على الحمم عشان يستعملها لدفعه للبوابة. ووقتها ياب بيعيط وسويان قلقان على بطلنا، ولكن بيظهر زيرو بعدها بسرعة كبيرة، وده بيخلوهم مساعدين ان هو لسه عايش. وبعدها بيهنوا منظمة على تصفية العالم التاني، وده بيخلي ياو سعيد جدا، وبيشكر زيرو وبيقرر يعطيه $1,000,000. ولكن زيرو بيتجاهل كلامه وبيودعهم، وبعدها بيغادر. ولكن قبلها بتعرفوا سويان ان تشين ترك النقابة، واكيد هيدور على طرق عشان ينتقم منك، ولهذا كن حذرا. بيقول لها زيرو تمام، وبعدها بيغادر. في الجانب التاني بيكلمها ياو، وبيعرض عليها الذهاب معنا عشان يطوروا من نفسهم، ولكن بترفض الذهاب معاه. بيقول لها ياو تمام، في المرة القادمة إذن. بتقول له سيان بكل اندهاش، حقا علاقات البشر غريبة، وفي السابق كنا أعداء ولم أتوقع أن نصبح أصدقاء الآن. وبعدين ننتقل في الأحداث العالم التاني، وهو قدوم ملك الموت. ووقتها بيظهر ياو وجماعته من مقابر الأموات، وبيقول لهم ياو إن هم يستغلوا وقتهم عشان يطوروا من نفسهم، والسعي ليكون أول نقابة في المقاطعة، بالإضافة إن هم أول أشخاص يذهبوا للعالم التالت. وفجأة حد بيدوس على إيد ياو، وده بيخلي ياو غاضب جدا، وبيقول مين الأحمق اللي فعل ذلك. وهنا بيظهر الجماعة قدامه، وبيسألوا قائدهم لو كان هو ياو. وفي لاعب اسمه تشانج يوي هو أكيد في هذه الجماعة، لذا أحضره لهنا. بيقول له ياو ومن أنت يا هذا؟ أحضره، والمفروض إني أسمع كلامك؟ أنت مفكرني بلا كرامة؟ ووقتها بيكلموا واحد من أتباعه، يا زعيم شكلهم مش ناويين على خير، وأظن إنهم اللاعبين القدامى اللي فضلوا في العالم التالت. طب ما نخلي تشانج يوي يقتل هنا شوية. ولكن بيقول له ياو وما شأن المحترفين القدامى؟ انت عايزني اخون اخي؟ ده مستحيل. ووقتها قائدهم بيتعصب وبيخرج سيفه، وهو بيقول له الا تستمع؟ اذا لا تلومني على ذلك، وبيهجم عليه يا صديقي. وياو متفاجئ من شيء،